لا اوكي سلام نخلكم ابزيم سنة ابزوم دلكم يكون كمونتهم بفيسبوك تكاتاتلونا انكو عبد الحن متساكم بعابي دبماني قاشانا لو مشيت استاذ نوري محمد عبد الله انكو عبد الحن متساكا اهلا وسهلا. انا بقالي نايقايش هناتات كهلي كون كل مساهم جن بتساينا قرماي زي ميكائيل معلتي تي ناي ادمين سراح من السوق حزوئي كم اون بعلوخ ترجمي مالتي دقيما نقول لكم عبد الحان متساكم وبلكم اهلا وسهلا. تفضل استاذ قرماي استلم منا عزيز. شكرا استاذ امين. بمجمرتا تخاتلتنان كبور قاشانان قديم تقادلاي نور محمد عبد الله نابزنا يلو من الشيت سمينارنا نكو عبد الحان مساكم كمتي ابت بوست تتكعدو له نايلو مشيت سمينارنا بزعبا كوننت تقاوم إيرتران مساعي مرجعتاتهم زبليو نأستات 3 ساعات زخون مس كل ملو أبزي قدايزي كنزاتن كنزاربن كان مسينا كاب أغسلنا بحريتنا كبور قاشانا تقادلاي نور محمد عبد الله ناي سيمينار زي زعبا دحر مقرابو كم تلمود توساخي يخون حتو يخون أبو عتيتنا كابتي نوري محمد عبد الله زقربو وسائي أب حتوتاتنا يخون أب توساخيتاتنا يخون كي وسانا بخمزخن كيد تسفى يقبر كمتيز تبعلين لهم مشيت نايز سيمينار زي أم براحتن أم ترجمون أنا مساحكم كله يه سلسلة صبغ مشيت. سيداتي سادتي أحييكم وأحيي ضيف هذه السمينار المنادل الكبير القديم الأستاذ نوري محمد عبد الله وأمسية وسمينار هذه الأمسية الذي حيقدمها المنادل نوري سوف تكون واقع المعارضة الإريترية وخياراتها المستقبلية. فأتمنى للجميع أن تكون أمسية طيبة وكالمعتاد هذه الأمسية تكون تدار لقرابة 3 ساعات وأرجو كالمعتاد أن في أسئلتنا ومداخلاتنا أن نلتزم بما يطرحه الأستاذ نوري حتى نخرج بفائدة. أتمنى لكم أمسية جيدة. ولكن أيضا قبل أن أدخل في هذه الأمسية طبعا وصلنا في كغرفة عوار لوعي مشتركة نبأ وفاة المنادلة القانيش يعقوب رفيقة وحرم المنادل تخلى ملكين. نتمنى لها الرحمة ونسأل الله أن يعطي تخلى ملكين وآل ملكين وآل يعقوب الصبر والسلوان وحسن العزاء لأخ تخلى وأبنائه وعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة. بارك المي أبتي مدوي متاوي أبزز حلف قنيات بعبي حزن موتناي عباي تقاداليت ويقديم تقاداليت القانيش يعقوب بسيتن بعلت بيتون كبور تقادالاي حاونا تخلى ملكين. سمعنا من مواتيت أملاخ እግዚአብሔር ኣብ ገመቱ ይቀበላ ኒ ስድራ ቤት ተክለ መለኪንን ከምኡውን ስድራ ቤት ያዕቆብን ድማ ደበሰ ኢዮብ ይደብስኩም እናበልና ናይሎም ምሸት ዛዕባና ክንጅምር ኢና። ስለዚ ኣብቲ ዛዕባ ንክንኣቱ ክቡር ተጋዳላይ ኑሪ መሐመድ ዓብደላ ምፍላጥ ዘድልዮ ይኮነን ብዙሕ ግዜ
ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ዝገዛውን እንተኾነ እንፈልጦ ገዲም ተጋዳላይ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ግዜ ከነጥፍ ኣይኮናን ብዙሕ ግዜ ተፋለጥናዮ ኢና። ስለዚ بقطع نبتي مدبنا خناتينا. طبعا كما يقال المعرف لا يعرف، هو الأخ والمنادل نوري محمد عبد الله هو غني عن التعريف في هذه الغرفة وفي غرف أخرى، وأيضا في ساحة الفداء وفي ساحة الشرف هو معروف. فبالتالي سوف لا نضيع الزمن لتعريف المعرف، وسوف ندخل مباشرة في موضوع هذه الأمسية، وأترك المجال للمنادل نوري محمد عبد الله. تفضل يا أخ نوري. افتح المايك. المايك نوري، المايك. نغرب ግዜ ንፅበይና ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣጓኒፍዎ ኣሎ حاو نوري. هل نوري طلع من الغرفة ولا ايه؟ طلع. حاجة هاتي سيستم اوسي ولا يمثلني. التقادلا باز قد بوس هارون برتعوديو. مايكروفون تعاسي كالو، مايكروفون تعاسي كالو. سوري انا دا درجة تقايقك مرة اني لو فايلك قدم ده حرق. هارون يزول حق. نوري تمالي سلو كرمال. نوري تمالي سلو. هارون يزول. طيب مساء الخير. أنا الحقيقة في البداية يعني خبر أستاذ نوري يا ريت لو تعدل الكاميرا لأنه وجهك ما قاعد يظهر. هو الكاميرا عشان أعدلها ذاته، المشكلة بقت هي مشكلة عشان أنا داخل بالتليفون يعني. على العموم يعني أنا أبدأ بالتعزية لأختنا القانيش المناضلة، وطبعا خبر يعني مؤسف يعني، وهو قاعد يتكرر الأيام دي. طبعا كل المناضلين قاعدين يتركونا يفوتوا، والمهم ربنا يرحمها. زي ما قدمت هي قدمت كأي مناضل، طبعا قدمت لشعبها الكثير، ودي فعلا يعني إنه ما نقدر نقول شيء يعني. هو ده طبعا كلنا الموت حق وكلنا ذاهبين له، والله يرحمها. والمهم وهو عزاء للجميع، عزاءنا كلنا مش بس للأخ تخلى ملكين. بعد ذاك المهم أشكر إدارة لوعي مشترك لإتاحة هذه الفرصة، وبالتأكيد طبعا إنه هذا اليوم الندوة بتاعتنا هو حيكون في موضوع مهم. وأنا أعرف يعني ممكن ما الناس تتوقع مني أنا أقدم حاجات مختلفة، لكن ما أعتقد هو في نفس الإطار يعني. أنا كنت أتابع يعني الندوات اللي سبقتني طبعا، وهو نفسه يمكن نحن نتكلم حول نفسنا وحول النظام وحول مشاكلنا وكذا باستمرار، وهو هذا يمكن المتاح لنا الآن، المنبر ذات الوعي المشترك. فده أنا متأكد فيه طبعا قامات كبيرة وقيادات ونخب وغيره، وفي ناس أكفأ مني وأقدر مني لتقديم هذا الموضوع، لكن هي مشاركة مني يعني، مشاركة متواضعة على الأقل
يبقى أنا أطرح الأفكار بتاعتي أو تجربتي في العمل المعارض ده باعتباري جزء منه، فيبقى مدخل للحوار والنقاش. أنا أفتكر هو ده الهدف من أمسيتنا اليوم. اوكي بمجمرتا سلامتا كمون كمتي كنا اب ዝኾነ ይኹን ነገር ምእታወይ ንነብሰይን ከምኡውን ነቶም ኩሎም ካልእ መቃልስተይን ብምክንያት ናይ ሞት ናይዛ ሓብትና ተጋዳሊት ምእንቲ ህዝባ ክትውፈን ምስቲ ህዝባ ክትቃለስን ዝፀንሐት ነብስና ነፀናንዕ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ሞት ዘይተርፍ ፅዋዕ ኮይኑ ወይ እውን ዘይተርፍ ሓጢን ወይ መሰል ኮይኑ ኣብ ኩሉ ይመላለሰና ኣሎ ብዝኾነ ንኩላህና ስምዓት ይሃበና። ቀፂለ ኣብቲ ኣርእስቲ ከኣቱ እንከለኹ እውን ሓደ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ብቀዳምነት ጋሻ ገይርኩም ናይ ሎም ምሸት ዛዕባ ወይ ኣርእስቲ ንክዛረብ ንዝዓደምኩምኒ ዘለሃን ዓቕሚ ርኢኹም እውን ከካፍል ዕድል ዝሃብኩምኒ ንዘተን ሓባራዊ ንቕሓት የመስግን። ርግፅ እዩ ብዙሕ ሓዲሽ ዝብሎ ነገር የብለይን። እቲ ኩሉ ግዜ እንብሎም ኩሉ ግዜ እንዛረበሉን ኩሉ ግዜ እንሓመሉን ኩሉ ግዜ እንሻቐለሉን ዛዕባ ብዛዕባኡ የክዛረብ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ዓበይትን ፈላጣትን እየ ነዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣነ ብዙሕ ይፈልጥ ኢለ ዘይኮነ ግን ብዓቕመይ ነቲ ዘሎኒ ከካፍል ብዓቕመይ ድማ መኽፈቲ ንዝሰፍሐ ዘተን ንዝተሰፍሐ ምርድዳእን ንክኸውን ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ። ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ክንጥምቶ ይደሊ ዝናይ ሎሚ ተሳትፎይ። طبعا الحديث عن المعارضة هو الحديث عن نفسنا نحن الناس المجتمعين هنا. طبعا احنا كلنا جزء من المعارضة، والمعارضة طبعا عمرها ما قصير، يعني عمرنا نحن بعمر النظام. يعني نحن للأسف الشديد يعني أول تجربة بتاعت معارضة، أول دولة إريتريا، وبالتالي يمكن نحن كدولة وكمعارضة عندنا خصوصية، يعني إريتريا خاصة بنا. يعني عشان كده ده لازم نحن ناخذه في الاعتبار. النقطة الثانية طبعا دائما المعارضة في الخارج بالذات في المرحلة طبعا تختلف. أنت معارض لنظام قائم وغيره، وثورة تحررية اللي كنا فيها طبعا المهمتين تختلف والأهداف تختلف. وبالتالي نحن من خارج بلدنا وضعنا، وأي معارضة خارج البلد لما تطلع خارج بلدها هي فعلا يعني من مساوئها هي عندها تحديات كبيرة، وهي تبقى عرضة لتواجهها مشاكل كثيرة زي المشاكل اللي قاعد تواجهنا. ومنها إنه إذا ما بقت هي ما بقينا حريصين ممكن يعني المعارضة توظف في أجندات هي ذاتها في غنى عنها. ብዛዕባ ተቃውሞ ክንዛረብ እንከለና ብርግፅ ብዛዕባ ነፍስና ኢና ንዛረብ ዘለና። እቲ ተቃውሞና እውን ዓፂር ዕድመ ዘለዎ ተቃውሞ ይኮነን፣ ናይ ነዊሕ ግዜ ተቃውሞ ኮይኑ ከምኡ እውን ዘይንቡር ተቃውሞ እውን እዩ። ድሕሪ ሓርነታዊ ቃልሲ በዚ መልክዕ እዚ ክህሉ ዝነበሮ ተቃውሞ ወይ በዚ መልክዕ እዚ ክህሉ ዝነበረ ካልእ ርእይቶ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልእ ከምዚ ክኸውን ኣይኮነን። ግን ዕድልና ኮይኑ እዚ ዕድል እዚ ኣጋጢሙና ዘይንቡር ተቃውሞ ነካይድ። ሓደ ካብቲ ዘይንቡር ዝገብሮ ድማ ተቃውሞና ፍልይ ዝበለ እዩ። ንሱ ከዓ ኣንፃር ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ካብ ደገ ኮይንና ምቅዋምና እዩ። ካብ ደገ እትገብሮ ተቃውሞ ድማ ዘጋጥሞ ብድሆታት ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዘይናቱ ኣጀንዳታት ወይ እውን ኣብ ዘይናቱ መስመራት ንሱ ኣብ ዘይደልዮ ነጥብታት ክወድቕ ስለዝኽእል ስለዚ ዘጋጥሞ ብድሆታት ብዙሕ ስለዝኾነ ነዚ ብድሆታት እዚ ጥንቅቕ ኢልና ምጥማቱን ጥንቅቕ ኢልና ምትሓዙን ከድልየና እዩ። بالنسبة للخصوصية بتاعت المعارضة الإريترية كلنا زي ما يعرف نحن كنا ثورة تحررية، وبعد ذلك تحررت إريتريا، وجزء كبير من الثورة بقى خارج الوطن. ومش بس هو بس بقى خارج الوطن، حتى قواعده بقت خارج الوطن. يعني فنحن أصبحنا نحن قياداتنا وقواعدنا كلنا خارج الوطن. والنظام فعلا يعني أنه قدر يستغل هذه الوضعية
ومنع انه الناس ذاتها تخش اريتريا وكذا. فبالتالي لو نحن شفنا تجارب المعارضه في البلدان الثانيه دائما القيادات تمرق برا والقواعد والكوادر يكونوا جوا، لكن نحن للاسف الشديد كمعارضه اريتريا بقينا برا بقواعدنا، وبانه انتم عارفين طبعا كثير من جماهيرنا اللي كان مرتبطه بالثوره لجأت الى الخارج بالذات السودان وكذا من سنوات كثيره من اجل الثوره ومن اجل النضال، ما عادت يعني. فبالتالي دي ذات خصوصيه للثوره الاريتريه، فبالتالي نحن بقينا برا القيادات والكوادر والقواعد كلنا بقينا برا، والنظام استطاع ان يبقينا برا. وهو طبعا كان ويراهن على الوقت طبعا، والمهم ده فرصه فعلا يحكم ويكون موجود خلال 30 سنه الماضيه. ني تقاومونا ويكوننا فلوي زغبرو نحنا كم ناي دحري كم ناي حرنتاو قالسي تقاومو فلي زبله كنتات يزلنا فلي زغبرو صخا عبي كفال نايتي ابتي وان حرنتاو قالسي كايدن كله زنبر اكالاتن مسرتاتن كلهم ابدق مترافوم ابكاله حجرات تدارينا مريحنتات نايت تقاومو دقك وصون كله مخنياتو كاوشتو كوين كاب زغاطمو مستقمات مسرتاتهم جن اوشتو كوينوم زكايت تقاومو ايو نحنا تقاومو جن كاب زفليز ولا زغبرو بقندو اتي عبي كفال نايتي كاب قالسي زنبره ابدقه مريحنتاتهم مسرتاتهم مترافيو اذا خانه تسرعات ادميون ونواحن بزدلو اجباب من مراحن نزي كونتات مزميزو زدلو ناي مقبارن عبي عدل كفيتلو يركب. طيب نحن لما نحسن نتحدث عن المعارضه بتاعتنا طبعا لو قلت عمرها بعمر النظام ومعارضه كان جزء منها طبعا هو جزء من مرحله التحرر الوطني، ودي طبعا تعرضت زي ما قلت يعني في الخارج باعتبارها كان موجوده خارج الوطن، مرت بمحطات كثيره وبمضايقات كثيره ومراحل كثيره، يعني انه بالذات ال10 سنوات الاولى ولا كذا دي طبعا الناس عشان كان في نشوه بتاعت الاستقلال وكذا ذات ما في حد التفت عليها، والناس انفضوا من حولها والتحقوا، يعني انه الناس التحقت بالوطن وافتكرت انه يا اخي المساله دي ممكن الناس تتجاوزها والوطن ده يبقى زي ما كانوا يحلموا به. فبالتالي هي تعرضت لعزله وعانت، ويمكن ده هي ذاتها ما سمدته، وده يكون محسوب لها كمعارضه يعني كريديت لها هو، يعني انه هي ذاتها بغت هي تعارض هذا النظام وتقول وتقول وتقول، فعلا ما قالته يعني النظام في النهايه ثبت، يعني انه حقيقه هذا النظام هو خان امانه الشهداء، خان الاحلام بتاعت الشعب الاريتري، وهو زي ما شايفين يعني حنجيه. ونحن الان طبعا مهمتنا هو ما النظام، لكن نتكلم عن نفسنا عن المعارضه الاريتريه وكذا على حسب العنوان، لكن نحن عارفين ايه اللي حصل في اريتريا. وبالتالي ده برضو انه كون المعارضه ذات تصمد هذا المده الطويله هذه بالذات التنظيمات السياسيه والقيادات السياسيه، ده كرديت لها هو لازم ناخذه في الاعتبار. عدمنا يتقاوموا إيرترا عدمنا يتسرعاتن كمون عدمنا يتب حرنتاوي قالسنا نيو أب زحالة بفلاي إذا تقاوموا زي أبتي مجمرتا 10 عمتات ناي ناس إنت بمخنيات هزبنا أبتي عبي حقوسن عبي دستان ناي ناس إنت آتيوس لزرا أبز سمعتات زي أبز تقاولو إذا تقاوموا زي أبدقى عبي تنصلو إيو أقاتينو نبزح بدهوتاتن نبزح شجراتن وانت قالعيو جنكا نزو كله سجيرو دويلو أبزيد اللو كنتات مفتاحو بتعني نوعو مالت كم بالنوعو وين كم كريدت زوهابويو تزحلفو سجم بتناي كبابي وكنتات يخون بتوشتون في الصوم حزب إرترا أب في الصوم ناي حاجوسن
ናይ ደስታን ናይ ናጽነትን ምምጻእ ዝነበሮ ዓቢ ድልየት ኣብኡ ተሸሚሙ ወይ ኣብዚ ዓሚቕ ስምዒታት እዚ ተሸሚሙ ስለ ዝነበረ ነቲ ተቃውሞ ከቕልበሉ ይከኣለን። ስለዚ እቲ ተቃውሞ ብብዙሕ ፀገማት እዩ ሓሊፉ። እዚ ፀገማት እዚ ኩነታት እዚ ከዓ እቲ ስርዓት ብዝግባእ መዝሚዙ ሕጂ ግን ኣነ ኣብቲ ስርዓት ኣይኮንኩን ክዛረብ ኣብቲ ተቃውሞ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ተቃውሞ እዚ ዘሕለፎ ፀገማት እውን ነዚ ይመስል ኣብቲ ናይ መጀመርታ 10 ዓመታት بفلة. ايوه بعدها طبعا يعني المعارضه صراحه كذا في مرحله معينه ساعدها الممارسات تاعت النظام والمشاكل اللي خلقها للشعب والاجرام اللي ارتكبه وسلوك النظام. نحن كلنا عارفين، انا ما اقدر اخش في تفاصيله ومعاناه تاع شعبنا وغيره. بدات الناس تلتفت للمعارضه، وخاصه المعارضه هي تطورت زي ما قلت انه من تنظيمات بعدين لا تحالف الى شنو الى ايه، كلنا عارفين، انا ما اذكر هذا التاريخ. لكن كان في فكره في مرحله معينه اللي هي فكره ملتقى الحوار الوطني. هذا فعلا كان يعني هي يمكن خطوه متقدمه للمعارضه، فبالتالي كثير من الناس اللي كانوا هم ذاتهم بعيدين من المعارضه يمكن دي كان محطة مهمة جدا بالنسبة لتاريخ المعارضة الإريترية. بدحر زي دحر ناس الناس زقصوا 10 ዓመታት እቲ ስርዓትን ባህርያታቱን ብንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ብዝገብሮ ዝነበረ ጥሕሰታት እቲ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ዕድል ንኽረክብ ናይ ህዝቢ ናብኡ ገፁ ቁሊሕ ናይ ንኽብል ዕድላት ተረኺቡ። እዚ ብምዃኑ እውን እቲ ዕድል እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ስጋብ ኣብቲ ዋዕላ ንሃገራዊ ዘተ ናብ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ነገራት ተኣቱ ጀሚሩ እቲ ተቃውሞ። ايوه دي كان محطة مهمة جدا، لكن للاسف الشديد هي ذاتها ما اكتملت. انه الملتقى كان المفروض يكون يعني جامع لكل الناس، لكن برضو كانت فيه ثغرات وكانت فيه قوى سياسية ما شاركت فيه، وبالتالي ما اكتمل. لكن كفكرة هي كانت يعني متقدمة خالص، بما انه الناس تكون على الاقل فعلا فكرة إقامة عمل مشترك، إقامة مظلة مشتركة، إقامة عمل يعني تحويل العمل إلى عمل فعال بحيث يكون مؤثر وينجز المهمة في على الأقل ما تأخذ المدة دي كلها، وهي مهمة تغيير النظام. እዚ ተረኽቦ እዚ ዋዕላ ንሃገራዊ ዘተ ወይ ዓቢ ዝላነ ቅድሚት ነይሩ። እንተኾነ ግን ሕፅረታት ኣይነበሮን ማለት ኣይኮነን፣ ሙሉእ እውን ኣይነበረን። ምክንያቱ ከዓ ገለ ውድባት ዘይምስታፍን ከምኡ እውን ኣብ ዝነበሩ ሕፅረታትን ኮይኑ ግን ሕልምታትን ትልምታትን ናይ ሓደ ናይ ሓባር ስራሕን ናይ ሓባር ምእንቲ ናይ ሓባር ዕላማ ናይ ምዕዋትን ሓደ ዋዕላ ናይ ምግባርን ብዝወሰዶ ነዚ ንምግባርን ብዝወሰዶ ስጉምቲ እውን ሓደ ገለ ስጉምትታት ንቅድሚት ነይሩ ምስናይ ሕፅረታቱን ምስናይ ዘይምልኦነቶም። هذا إلى جانب ده طبعا نحن كمعارضة صراحة يعني زي ما قلت يعني إنه معارضة الخارج دي دائما ما كان عندنا الاستقلالية القرار السياسي بتاعتنا، فبالتالي يعني كثير من المشاكل برضو واجهتنا. إنه نحن زي ما ذكرنا استاذ نوري الإريترية استاذ نوري الصوت قاعد يتقطع غير مفهوم. المعارضة بتاعتنا اضطرت هي برضه تمشي. ايوه المعارضة بتاعتنا لاثيوبيا
فبالتالي فقدت الاستقلاليه بتاعتها. يعني انه زي ما قلت انه انت لما تكون تعال في الخارج ولا ما موحد ولا ما منتبه للموضوع ده دائما يكون قرارك شويه فيه اشكاليه. فنحن انتقلنا من الخلفيه بتاعتنا التاريخيه المعروفه الى خلفيه جديده واللي هي اثيوبيا، ونحن مشينا لها مضطرين. فواجهتنا برضه ظروف هناك. انت لما تمشي لاي موقع لازم تتاثر بالافكار اللي موجوده، بالسياسات الموجوده، بالفلسفه الموجوده. دي برضه انعكست علينا يعني يمكن ما كانت مريحه بالنسبه للمعارضه يعني صراحه. يعني انه نحن تاثرنا بالفلسفه اللي كان موجوده، واللي هي مثلا النموذج اللي كان موجود في اثيوبيا وغيرها. فمشينا 5 تنظيمات ولا 6 تنظيمات، وتعرضنا الى زي ما قلت الى تاثيرات معينه، وبرز انه برزت خطابات هي ذاتها يمكن ما بتساعد كثير. زي ما تقول يعني نحن بدل ما يعني نواجه النظام بشكل وطني وافضل منه، بما انه الهدف بتاعت المعارضه دائما انت تجيب تغيير افضل من النظام اللي موجود، من استقرار، من تنميه، من غيره الى اخره، لكن بادوات كمان تكون متطوره بتاعت انه هي ذاتها موحده اكثر، برؤيه ارتريه موحده اكبر. لكن دي كلها ما توفرت لنا. فنحن ذاتنا خطابنا فعلا حصل فيه اشكال، وادواتنا ذاتها للنضال اصبحت ما فعاله. فبالتالي دي برضه ساعدت في ضعافنا، واخذت كثير من وقتنا. فبالتالي نحن صحيح كان هو دي مسؤوليتنا، لكن الواقع بتاعت الخارج ده، ونحن وجود خارج بلدنا زي ما قلت انه اثر علينا. ودي كانت يمكن النتيجه. نحن ما قدرنا نتجاوز هذا الواقع، والى الان نعيش انعكاساته وتداعياته الى اليوم. حنجيه بعدين. كم تقدم أبيل تقصكوا أتي أب حدث قوم أو وثائق خون كله زجاج مودهوتات كل جزء ناتو نسعى بوليتيكا والثانية زي مناني زي وين حدا كابت زجاج منا شجراتيو كلاي كابت زجاج منا شجرات مجزاتو كابت المدن إنه فلتو دحر بايتانا نبكالي حدش دحر بايتانا بتوقع مخنا أول أتي أبت بوتازلو بوليتيكا وأتحساس بايكون بوليتيكا والرأيات هون وين كسلونا جميل شدشت شوعات ودبات زخدنا بزح ودبات كفافل كإلنا مالتي ترابحنا مالتي زي نفلتو حدش بهلوين أبتي ناي قالسنا بهلي تأتاتيو فموين زحاشة متكاتان زحاشة أجباب قالسي زحاشة متكاتان نتسرعات اللي قدمنا كابو زحاشنا خوينا نتسرعاتنا لي التحساس با مقبول أبكن دزلونا وين نزي بزي اتيناي دقة سلواتاتون ناي دقة مهلاونا نيك نسجرو زي كأننا بعبيوت حلافنتنا هنا يميرون حنا ينا نسجرو زي بأننا جنكا بزي تسألنا وين زي حاشة متكعتا وي نتسرعات عليه وخلنا ناخذ بده أي كأننا كموين أجاباتنا وين بحرات بمخانهم زي كله تتغاليلو دحيرخ مصري حدا كابتي عبي دخمت نايتي مالت دخمت أوشتي تتقابلو بزح زيد اللسعبيتاتن كابزخت تلخوينو بزرزرو دحيرة كمصري سلازي ازي كنتات ازيو أقاتيمو نتي تقاومو أو وسعي مهلاو كابزقاتو مدهوتات نزي مسلم دخلوا في النص يعني. واصل معلش. هلو. ايوه مسموع استاذ نوري. مسموع انا؟ ايوه واصل. ايوه. فانا قلت يعني نحن زي ما قلت المعارضه هي لازم تبقى افضل من النظام. نحن مثلا النظام ده فعلا اديناه فرصه، بما انه نحن يعني مشينا فعلا بتاثيرات نحن كانت خارج ارادتنا، او ما قدرنا ذاته نضبط الاداء بتاعتنا وخطابنا وغيره. وبقينا نحن ذاتنا نتهم النظام بالطائفيه ونمارس الطائفيه، نتهم النظام بالقوميه، نتهمه بالقوميه، نتهمه بالمناطقيه، ونستخدم نفس الادوات. فبالتالي ما كنا موفقين في ادواتنا صراحه يعني. وبالطريقه دي كمان ما في تغيير يجي. نحن المفروض التحدي بتاعتنا يكون التحدي الوطني، نحن نكون اكثر وطنيين منه ونتحداه وطنيا يعني، مش ننزل لمستوى
بتاعت ادوات هي ذاتها هو يبقى وطني ونحن نبقى انه يقول شوف هم ذيل كده وذيل كده وذيل كده. فدي صراحه يعني واحده من السلبيات اللي رافقتنا في عملنا المعارض، ولازم نحن نعترف زي ما قلت انه كان عندنا اخطاءات وما نحمل الاخطاءات لجهات ثانيه وغيره. يعني دي واحده من الاخطاءات بتاعتنا، ودي الادوات اللي استخدمناها، والخطاب بتاعتنا ذاته حتى للداخل ما كان ايجابي كان سلبي. فبالتالي دي كلها ضيعت عمرنا نحن برضو، يعني ضيعت من وقتنا ودعنا، وبدل ما نمشي لقدام صراحة يعني ما بقينا ذيك المقاومة الفعالة. فبالتالي دي برضه حرمتنا حتى من علاقاتنا بالآخرين في المجال الدبلوماسي وغيره. ما في دول يستثمر في قوة ضعيفة ومستقبلها ذاته مشوش وما مضمون وغيره. يعني دائما انت لما تبقى فعلا يعني انه منظم وقوي وغيره وخطابك قوي، وانت فعلا الناس في مراكز كثيره تتابعك وتبحثك وكده، فبالتالي بعد ذاك لما يتاكدوا انك انت فعلا ممكن يستثمروا فيك ممكن تصل. فده كله نحن ما صراحه يعني ما لازم نحن الان كمعارضه نعمل وقفه، ولازم نعمل تقييم، ولازم نصحح ادائنا ده عشان هنتكلم للمستقبل ايش اللي ممكن نعمله. يعني ده كان التاريخ بتاعتنا اللي لحد ما طلعنا من اثيوبيا، انه فعلا يعني وضعنا او شكلنا كان بالطريقه دي، مع بعض الخطوات الايجابيه زي ما قلت انه الناس مع حاولات كان موجوده تتلملم تعمل اواسه تعمل غيره، لكن بشكل عام ده كان ادائنا، وده ما حبيت اقول يعني. نحن كم تقاومو كابت سرعات زحاشنا ዝለዓለ ኣተሓሳስባን ምዕቡል ሃገራዊ ኣረኣያን ዘሎና ክንከውን ይግባአና ኮይኑ ግን ንሕና ነዚ ክንከውን ኣይከኣልና። ነቲ ስርዓት ብወገንነት እንዳገለጽና ንሕና ናይ ወገን ነገር ነዘውትር፣ ነቲ ስርዓት ብሃይማኖት እንዳኸሰስና፣ ከምኡ ካልእ ናይ ብሓደ ናይ ብብሄራዊ ጉዳያት እናኸሰስና ንሕና እውን ንዑ ነዘውትር። ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ዓብይ ፀገማት ዝፈጠረን ምድኻማትና ዝፈጠረን እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልካ ዝተጠቕሰ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔና ምውናን ኣብ ደገ ምህላውና ኣብ ሓድሽ ባይታ ኣብ ዘይንፈልጦ ባይታ ቅድሚ ሕጂ ብምንባርና እውን ሓደ ካብዚ ምክንያታት ኮይኑ፣ ስለዚ ንሕና እንተ ደኣ ነቲ ስርዓት ክንቃለሶ ኮይና ልዕሊኡ ሃገራውያን ክንከውን ኣለና፣ ልዕሊኡ ንሃገርን ንህዝብን ንሓስብ ክንከውን ኣለና። እዚ ንገዛእ ርእሱ እዚ ዝገልፆ ዘለኹ ናይቲ ዝሓለፈ እዋን ተመክሮና ግዜና ጥራይ ኣጥፊኡ ግዜ ቃልስና ጥራሕ ኣጥፊኡ ወይ ኣባኺኑና ዘይኮነ ንገዛእ ርእሱ ኣዳኺሙናን ከምኡ እውን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ሸነኻት ምሳና ክሰርሑ ምሳና ክትሓባበሩ ዝኽእሉ ሸነኻት እውን ብምክንያት እዚ ድኽመታትና ዝን ብምክንያት እዚ ኣተሃላልዋና ዝን ብምክንያት እዚ ዘይንፁርን ዘይነፃን ፖለቲካዊ ውሳኔታትና እዚ ብምምልካት ንገዛእ ርእሱ ምሳና ክሰርሑን ምሳና ክትሓባበሩን ሓቢሮም ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ምሳና ክሰርሑን እውን ስለ ዘይከኣሉ እዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ እውን ናይ ቀረባን ናይ ርሑቁን ኣዕርኽትና ክኾኑ ካብ ዝኽእሉ ኣሕዛብን ስርዓታት ወይ ኣሕዛብን መንግስታትን በዚ ዝነበረና ኣቕዋም ወይ በዚ ዝነበረና ኣገባብ ኣካይዳን ኣገባብ ኣተሓዛን ጉዳይናን ብዙሕ ኢና ከሲርና ኣብኡ ዳርጋ ብዘይ ኣዕርኹን ብዘይ ምሳና ክሰርሑ ዝደልዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ክኸስርሉ ዝኽእሉ ኣብኡ ገንዘቦም ይኹን ዓቕሞም ይኹን ካልእ ነገራቶም ምሳና ከዋፍሩ ድልዋት ኣይኮኑን። ስለዚ እዚ ታሪክ እዚ ከም ዘለዎ ዘኪርና ንሕና ሎሚ ዳግመ ግምገማ ናይ ዝኹነታትና ክንገብር ይግባአና። እዚ ኢለውን ኣብቲ ናይ ዳግመ ግምገማን ዳግመ ማለት ኣረኣያና ደጊምና እንሰርዓሉን እንኽተሎ ኣገባብ እውን ምዕቡል ኣገባብ እንገብረሉን ነጥብታት ኣብኡ ከኣቱ እየ። ايوه بعد ذاك برضه في نقطة مهمة أنا عايز أذكرها، إنه هي ذاتها أولا يعني نحن فعلا يعني من سماتنا كمعارضة أو حاجة كملاحظة موجودة في مسارنا هو إذاعة الفرص. دائما تجي الفرص ونحن نضيعها. الشيء الثاني سياسة الوقت المفتوح، الوقت معانا ما عنده قيمة.
فكأنه يعني المسألة هي كده بالنسبة لنا مفتوحة. فبالتالي دي برضو واحدة من عيوبنا، انه كان في فرص الان. مثلا دار اضرب مثل انه الاتفاقية اللي حصلت بين ابي احمد والنظام، الناس فعلا من خلال الكلام والتصريحات اللي قالوا أفورقي والمظهر اللي ظهر به، الناس ذاتها شكت الأغلبية السامتة كلها يمكن جات المعارضة يعني تقريبا يعني، وشفنا الحراك كله يعني. فدي كانت فرصة وفعلا ما قدرنا نستفيد منها. والآن يمكن الوضع اختلف ودخلنا في مرحلة جديدة أنا حتحدث منها بعدين. فدي برضو كانت سمة ثانية، تجربة ثانية حتى في زمان يعني قبل الاستقلال. أنا أتذكر لما كنا قبل في العشرية اللي قبل الاستقلال، 10 سنة قبل الاستقلال، دول السودانيين في كسل يعني، ودول القيادات بتاعتنا دي، وقالوا يا أخي والله نحن عايزين نغير نظام القدس ده، أنتم استعداداتكم شنو ونعمل شنو وتعالوا ونعمل وعشان تكونوا جزء من التغيير الجاي وغيره. حتى الوقت ذاك يعني الناس ما ادت اعتبار للزمن ولا للفرصة ولا غيره. قال والله نحن عايزين اللي قال عايز 3 سنة، اللي قال عايز ما اعرف 4 سنة، اللي قال عايز 2 سنين. بدينا نحن عدم استعدادنا، عشان كده السودانيين فاتوا ونسقوا مع الجبهة الشعبية ويانا تجراي. ده في الماضي. الآن برضه هو الفرصة دي لما جات برضه بدل ما الناس تستثمرها وفعلا يعني انه هي ذاتها تحاول تركز على وحدتها الداخلية، الناس برضه مشت في مسارات أنا هتكلم فيها بعدين. ودي هي يعني انه برضه الملاحظ انه تضييع الفرص وسياسه الوقت ده تبقى ما عنده قيمه معانا يعني. ካለ ኣገዳሲ ነጥቢ ከተተክረሉ ዝደሊ ድማ ዕድል ምጥፋእ እዩ። ንሕና ዕድላት ክመፁ ከለዉ ጨሪሽና ኣይንጥቀመሎምን ኢና። ስለዚ ዕድል ድማ ሓንሳብ እዩ ዝመፅእ እንተዘይ ተጠቂምካሉ ካልኣይ ግዜ ክትርከብ ኣይከኣል። ንሕና እዚ ናይ ዕድላት ዝተረኽቡ ዕድላት ዘይምምዝማዝ ብኡ ንልለ ኢና። ካልኣይ ንገዛእ ርእሱ ናይ ግዜ ዳርጋ ኣካይዳና ርክቦ ረማዒለ እዩ። ምክንያቱ ግዜ ጨርሽና ኣብ ግምት ዘይንእቱ ግዜ ከዓ እንተ ደኣ ዘይቆሪፅካዮ ፅባሕ ሴፍ ኮይኑ ዝቆርፀካ ዝብል ኣፍልጦ ወይ ኣምር ኣይንጥቀምን ኢና። ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ኣብቲ ዝምድና ኢሳያስን ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ዝተረኣየሉ ብዛዕባ እቲ ኩሉ እቲ ዝተባህለ ነገራትን ኩሉ ህዝብና ዝሰምዖን ሰንቢዱ ግልብጥ ኢሉ ናብዚ ተቃውሞ ገፁ ቁልሕ ኢሉ ነይሩ። ግን እዚ ዕድል እዚ እውን ኣይተጠቐምናሉን። ከምኡ እውን ቅድሚ 10 ዓመት ንምዝካር ዝኣክል ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ ናፅነት ሱዳናውያን ንስርዓት መንግስቱ ክንቅይሮ እንደላ ኣለና ኢሎም ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝርርብ ኣብ ምክያድ እቲ ኩሉ ካብቲ ዝግበር ዝነበረ ነዚ ዕድል እዚ ዘይምጥቃምን ከምኡ እውን ግዜ ማለት ከየጥፋእካ ብግዜ ናይ ምጥቃምን ባህሊ ወይ ልምዲ ወይ ስለዘይተረኣየ ንገዛእ ርእሶም ሱዳናውያን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀሙ ምስኦም ክሰርሑ እውን ድልዋት ከም ዘይኮኑ ስለረአየ ኣብ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከምኡ እውን ናብ ህዝባዊ ግንባርን ገጾም ኣዚሮም ማለት እዩ። ሕጂ እውን ንሕና ዕድላት ይመፁ እዮም፣ ዕድላት እውን ይመፁ ኣለዉ። ግን ሓደ ዕድል ናይ ዘይምጥፋእ ባህሊ ክህልወና ኣለዎ። ካልእ ግዜ ንገዛእ ርእሱ ድሓን የርክበሉ እየ ዝብል ኣተሓሳስባን የርክበሉ እየ ዝብል ኣጠማምታን ንግዜ ኣብ ምምዛና ካብዚ ብጣዕሚ ክንወፅእ ይግባእ። እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ዘለና እዋን ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሮም እውን እቲ ዝነበረ ዕድል ንገዛእ ርእሱ ከም እንደገና ማለት ንዓና ክንረብሓሉ ብዘይንኽእል ኩነታት ንከምኡ ዘርኢ ኩነታት ከዓ ትፍጠር ተኻኢሉ ኣሎ። ስለዚ ንሕና እዛ ነጥቢ እዚኣ ብዕትበት ክንጥምታ ይግባአና። ዕድላት ምጥቃም ግዜ ብግዜ ዘይምፅዋት ወይ ንግዜ ሸለል ኢልካ ዘይምሕላፍ ድሒረ ኣብዚ ነጥብታት እዚ እውን ገለ ነገራት ክዝርዝር ወይ ክጠቅስ። طيب اليوم يعني واقع المعارضة
واقع المعارضة شكله كيف اليوم؟ نحن شكلنا كيف يعني؟ وضعنا كيف اليوم؟ يعني؟ هل نحن في موقع بتاعت قوة، في موقع أفضل، في إيش يعني كيف نراه لنا؟ كيف نفهمه لنا واقعنا يعني؟ أنا على حسب ما بشوفه إنه واقع بتاع ضعف، واقع بتاع تشتت، واقع بتاع إحباط، واقع يعني فعلا يعني ما مريح يعني. نحن واقعنا اليوم أسوأ يعني زي ما قلت قبل فترة، بعد ما الشعب ده كله التم حقنا احنا ما استفدنا منه. الآن في عودة للجماهير أو للأغلبية العظمى الآن، بالذات بعد الآن بعد الحرب الإثيوبية إنه الوضع اختلف يعني. فبالتالي نحن الآن في وضع جديد، في مرحلة جديدة. فبالتالي عشان كده قلت لازم يجب نحن نوقف ونفتش نفسنا ونغير تجربتنا ونراجعها ونغير تفكيرنا وننطلق يعني. هي دي الوضعية بتاعت الذات الآن. الوضع بتاعت المعارضة وضع يعني فعلا نحن يا إما نسلح يا إما نتنحى يعني. هو ده أنا اللي شايفه يعني. واصل እምበኣርከስ ሕዚ ኩሉ ሎሚ ኩነታት ተቃውሞ እንታይ ይመስል? ሓያል ድዩ ዘሎ? ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ድዩ ዘሎ? ወይስ ድኹም ዝተበታተነ ኩነታት እዩ ዘሎ? እምበኣር እቲ ኩነታትና ብሓፂሩ ኩላህና ከም ንፈልጦ ደስ ዘብል ኣይኮነን። ኣብ ምብትታን ኣብ ድኽመት ኢና እንነብር ዘለና። ስለዚ እቲ ኩነታት ስለዘይተጠቐምናሉ እውን ተቐድም ኣቢሉ ዝተረኽበ ኩነታት እውን እቲ ኩነታት ንፅቕምና ናብ ዘይኮነ ነገር ይምዕብል ኣሎ፣ ብፍላይ ብምክንያት እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ ንሕና እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ እንተደኣ ኣብ ድሓን ዝበለ ኣብ ሓያል ኩነታትን ኣብ ነብስናን ኣሕይልና ከምኡ እውን ቃልሲ ናይ ህዝብናን ኣብ እንሕየሉ ኩነታት ንክንህሉ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዘጥፋእናዮ ዕድላትን እቲ ዘጥፋእናዮ ግዜን ዳግመ ግምገማ ጌርና ኩሉ ሓፈሻዊ ኩነታትና እውን ዳግመ ግምገማ ጌርና ኣብ ምህላው ክንስተጋገር ይግባና። ምክንያቱ ኩነታትና ኣብ ምህላውን ዘይምህላውን ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ፣ ስለዚ ኣብ ምህላው እንኸደሉ ኩነታትና መዚና ድኹም ጎንታትና ርኢና፣ ሓያል ጎንታትና እንዳሓየልና፣ ድኹም ጎንታትና ድማ እንዳለየና ሕሉፍ ተመክሮታትና እና ርኤና እቶም ሓያላት እዮም ነገራት ነጥብታት ኣለውና ዝብሎም ንዓታቶም ሓቂምና ነቶም ድኽመታት ከዓ ዳግመ ግምገማ ጌርና መዚና كنوجدهم يقبعنا. ايوه واقع المعارضه اليوم عشان ذات نفسر اكثر. انا اللي شايفه من الزوايا بتاعتي انه مقسوم على ثلاثه تقريبا يعني. هو صحيح فسائل كثيره وتجمعات كثيره وحراك كثير، والمعارضه مكوناتها كثيره طبعا، من حقوقيين وناشطين ونخب وتنظيمات سياسيه، ده كله لك. الآن يمكن ده كله منقسم على ثلاثة تيارات رئيسية. الواحد طبعا هو أنه الآن في برا التيار هو يقول العودة للوطن يعني، العودة للنظام والعودة للبلد وكذا. التيار الثاني هو يقول لك والله يا أخي نحن نتحالف مع الشيطان ونغير النظام. يمكن التيار الثالث واللي هو تيار عام وكذا يقول لك لا ده كله ما صحيح، نصحح مسارنا ونعتمد على ذاتنا ونواصل نضالنا، والحاجات دي ما يعني نصححها يعني ونواصل. وهي مهمتنا انه نحن فعلا ننقذ هذا شعبنا وننهي المعاناه بتاعته وغيره يعني. فده الوضعيه اللي موجوده، وكل طبعا عنده دوافعه وعنده اسبابه. الناس اللي يقولوا نرجع للوطن وغيره وغيره، هو صحيح نوع من رد الفعل، لكن يعني انه هو على الاقل ما انا في وجهه نظري انه حتى لو هو دار يرجع ويعمل وكذا، هو يمكن فيه ايجابيه انه الناس ذاتها ترجع. الرجوع هو كويس اذا في امكانيه بتاعت انه الناس ذاته يرجعوا لبلدهم وكذا، ده انا ما شايفه انه هو حقه. نحن برضه نبعد من الحكايه بتاعت انه
تخوين وشيطنة وغيره ناخذه بشكل ايجابي. انه قبل كده نحن برضو المشكله دي في التاريخ واجهتنا لما كانت في العوده، حاولنا انه ذاته كلنا ما نعود او شككنا في العوده ذاتها زمان. لو تتذكر استاذ قرماي الناس لما كانت ترجع من اللاجئين وغيره وما رجعنا الوطن، وعدم وجودنا في الوطن ذاته ده ساعد زي ما قلت النظام. الان برضو اذا في امكانيه انه هو الناس الشباب دول يعودوا ويقدروا يعيشوا ويقدروا يعملوا، مع انه انا استبعد يعني انه النظام ما على حسب متابعتي ما عنده الاستعداد، حتى ما عمل اي خطوات على اساس انه هو ذاته فعلا يقبل هذه المبادرات ولا تفاعل معها وغيره. انه النظام ذاته حنجيه يمكن فيما بعد باعتباره هو ذاته زي ما قلنا موضوعنا هو نحن المعارضه، لكن هو برضه باعتباره هو نحن نعارض النظام، فهو برضه جزء من موضوعنا حنتكلم فيه يعني. لكن انا ده يمكن الاتجاه ده. الاتجاه الثاني يقول لك والله نحن نتحالف مع الشيطان وما ادراك مع الشيطان. ما هو النظام براه شيطان اكبر يعني. ممكن يا الناس دي تقتنع هو ده برضه بتاعت يأس، هو انه انا ما قادر عشان كده ممكن اتعاون مع الشيطان واسقطه وخيره بدون ما يعرف النتائج اللي حتترتب عليه يعني. ودي طبعا شعبنا ما يقبلها، وفي جزء منها هو يمكن التيار اللي ذكرته الاولاني ده هو كان الدفع للاتجاه ده. هو الاتجاه الصحيح اللي انا شايفه هو انه الناس تصحح مسارها وتعتمد على ذاتها وتغير. انه النظام ده زي ما قلت انه ما ترك شيء، وما شايف انه في ذاته امكانيه لتبرير عمله او التسامح معه او الرجاء له انه حيعمل شيء وما يعمل شيء. انا افتكر ده مساله بعيده. لكن نحن ذاتنا برضو في حاجه برضو كملاحظه انه موجوده، نحن ذاتنا ما نبالغ في العداء بتاعتنا. لا، هو مهما كان نظام هو نظام اريتري عدو دي شويه ذاتها كبيره. هو نحن نقول له عدو وهو يقول لنا اخوانا طابور خامس. دي ذاتها المصطلحات دي والتسميات دي لو مرقنا منها برضو كويس يعني. لومي كرتات تقاومو أنا خريئن كلخو أب سلسته وجناس زتنقل يجوا نسخة قلة مملاس ناب هاجر ناب تسرعات زبل كون كله تخال أيش نخدمه السرعات زي ولا ونزخونه يكون حيلي ولا من الشيطان يكون تلافينكا لفنت بمقبار لا يزبليو اتصال ساي حيلي دما واتصال ساي وجن دما كونتاتنا أرينا شجراتنا فتحنا نتسرعات بزقباء مقطعمو زبل ايو سلازي ازوم ثلاثه شنخات زياتهم ابزي زلوهم الرائيه كلاتهم مناتهم مخنياتات اللوم اتي مملاس زبل مملاس زصلا ايكونن ناي مملاس عدل انت دالو صبغيو هاجركا كوينكا كتقاومن اب هاجركا كوينكا اب هاجركا كتهلون بزح صبغيو مخنياتو تسرعات نجزا رسو اب هاجرنا ابزي ملاونا بزحيو زتكم ግን ናይ ምምላስ ዕድል ዘይሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ምክንያቱ ስርዓት እዚ ንዝኾነ ይኹን ናይ ምምላስ ዕድል ዝኸፍት ኣይኮነን በጨርሹ ውን ዝፈቅድ ኣይኮነን እምበር ናይ ምምላስ ዕድል እንተዝህሉ ጽቡቕ ነይሩ ግን እዚ እዩ ኩነታት ናይቲ ስርዓት እቲ ዋላ ምስ ሰይጣን ምስ ዝኾነ ይኹን ጥራሕ እዚ ስርዓት ይተኣለም እምበር ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተላፊንካ ወይ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኮይንካ ነዚ ስርዓት ምእላይ ዝብል ግን እዚ ንገዛእ ርእሱ ናይቲ ምስ ዝኾነ ይኹን ምልፋት ከምፅኦ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣብቲ ሃገር ዘይምርኣይን ዘይምርዳእን ኣለዎ ይብል። ምክንያቱ ናይ ከምዚ ዓይነት ልፍንቲ ወይ ናይ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ብምክንያት እቲ ስርዓት ልክዕ እዩ ሰይጣን እዩ፣ እቲ ስርዓት ልክዕ እዩ ክፉእ እዩ፣ ግን ከዓ ኣብ ዝገደደ ክፋእን ኣብ ዝገደደ ፀገምን ኣብ ዝገደደ ሳዕቤን ምእታው ኣድላይነት የብሉን። እቲ ሳልሳይ ሓላፍነታዊ ገይረ ዝሪኦ እቲ ዳግመ ግምገማ ገይርና ነብስና ሕፅረታትና ኣሪምና ኩነታትና ኣገባብ ናይ ቃልስና ኣተኻኺልና ነቲ ስርዓት ብዝግባእ ኣብቲ ሃገራዊ ረብሓታትና ዘለዎ መርገፃትና ረጊፅና ክንቃለሰሉ ኣለና ዝብል እዚ ሓላፍነታዊ ኮይኑ ይርአየኒ።
ኮይኑ ግን ኣብዚ እንካይዶ ዘለና ቃልሲ ንገዛእ ርእሱ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ምስቲ ነቲ ናይ ምስይጣን ገለፃታት ጨሪስካ ከቢድ ናይ ፅልኢን ወይ ከም ፀላኢ ምቕማጥ ነቲ ስርዓትን ሓጋዚ ኮይኖም ኣይረኽቦምን። ካብዚኣቶም እንተረሓቕናን ካብዚኣቶም ካብ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣጠቓቕማን ኣገላልፃን ነቲ ስርዓት እንተተቆጠብናን ዝሓሸን ኣርባሕን እየ ኢለ ይኣምን። ايوه فانا المهم حتى اعمل زي ما بيقول التغاليلي انه عشان اختصر ذات الكلام ويكون في فرصه ذات للافكار اللي صرحناها دي والملاحظات. بقول انه زي ما قلت انه نحن لازم ما نيأس نواصل النضال. هو النضال دائما كذا، هو انه فيه حاله جذب ومد وجذب كذا. فنحن لازم يكون عندنا الثقه في نفسنا والاعتماد على الذات. ونحن دائما حلولنا، انا دائما مؤمن انه في تجربتنا موجوده حلولنا. يعني نحن ثورتنا نضالنا كله كان على اعتماد على الذات يعني. فبالتالي ما في داعي الى الان انه الناس بعض المرات تاخذ كذا تجارب ما صحيحه. هو حسي مثلا الناس اللي يقولوا تحالف مع وياني ما قبل كده وياني والجبهه الشعبيه تحالفوا كذا، ما صحيح. الجبهه الشعبيه لما تحالفت مع وياني كانت مرحله تحرير الوطن. اوكي؟ كان في عدو مشترك، عشان كذا الناس نقلت المعركه هناك انه العدو ذاته كان اكبر من الثوره الاريتريه، وده كان بالنسبه لها. وبعدين هي كانت عندها الابر هاند، هي كان عندها اليد الطولة يعني. لكن اليوم ما ممكن تتكرر التجربه، ونحن ذاتنا اولا ما عندنا شيء، وبعدين ما ممكن تتكرر التجربه عشان نحن نهدم بها بلدنا يعني. هو ده تغيير بتاع النظام. انت لما تجي مع قوه خارجيه وما انت ما عندك فيها حاجه، وبكره ده ذاته النتائج بتاعتها ذاته ده يأسوى يعني. فبالتالي انا ما اعتقد انه الخيار ده هو حل، هو ده حل بتاع يأس. نحن قادرين كإريتريين نعتمد على نفسنا، نعتمد على وحدتنا. وحدتنا لا يكون انه مقدمه على كل شيء، مقدمه على كل تحالفاتنا يعني. ما ممكن التحالف مع اي قوه يبقى شرق ولا غرب يبقى هو بديل لوحدتنا الداخليه. شرط لانتصارنا هو وحدتنا الداخليه، ونحن لازم نتوحد. اذا توحدنا انا اعتقد ما في حاجه. بعدين شعبنا بالمناسبه شعبنا ما شعب ساهل، يعرف هو شعبنا اذكى مننا، شعبنا ما يتكلم. انت لما النظام حاول يقول والله يا اخي ده مش عارف ايه وخسرناه وشنو انفضوا من حوله. نحن الان لما طرحنا له برضه بديل، تعرف انه نحن مع الشيطان ممكن نغير النظام في الداخل، برضه انفض من حولنا يعني. فبالتالي نحن لازم نعتمد على نفسنا، ولازم زي ما قلت نغير مسارنا. والعمليه بتاعت التغيير هي زي ما قلت انه لازم نحن عملنا ده يبقى استناد على ثوابت واضحه. اولا الايمان بوحده اريتريا وشعبها، ده شرط اساسي. ما اي زول ما يؤمن بوحده اريتريا وشعبها ما نقدر ننادل معاه يعني. نحن مهمتنا هو تغيير النظام، ما تغيير جغرافيا ولا تغيير التاريخ. نحن عندنا تاريخ، عندنا جغرافيتنا هي دي. اريتريا موحده بشعبها وارضها، ما يؤمن بهذا ذاته وما انا عندي له في شك. بعدين استغلاليه قرارنا السياسي مهم جدا. بالمناسبه نحن حتى لما كنا ثوره كنا نتعرض يعني لضغوطات، لكن انا اتذكر اضرب مثلا الحرب الخليجيه لما بدات، ونحن عندنا يعني جمهور كبير في السعوديه، انتم عارفين يعني. السعوديين جو لعمر برج قالوا له يا اخي وقع على البيان ده. بالمناسبه يعني ده تاريخ لازم يعرفوه الشباب. قال لهم يا اخي انا ما موظف عندكم، انتم تجيبوا بيان انا اوقعه عليكم يعني. عشان كده اتخلقت ازمه. جبهه التحرير الاريتريه برضه كان عندها تجربه، ما كانت تقبل كل انه الناس يتدخلوا في قرار السياسي. العراقيين اللي كانوا يمدوا الثوره الاريتريه بالسلاح والتدريب وكل حاجه، لما طلبوا انه يطلعوا جعفر الاسد جبهه التحرير الاريتريه رفضت بالمناسبه يعني. عشان كده حصلت ازمه. فنحن ما نخدع، لازم قرارنا السياسي ده لازم يكون ما نفرط فيه اطلاقا. فبالتالي زي ما قلت استغلاليه قرارنا السياسي مهم. الاعتماد على الذات، اعتماد على شعبنا هو المهم مش على الاخرين. لما نبقى حاجه بعد ذاك الناس الايمان بالحوار. نحن كل المشاكل بتاعتنا لازم نحلها الحوار، لازم نبتعد عن تخوين وشيطنة بعضنا البعض بدون دليل. دي بعدين الاستفاده من الفرص، العمل فيما نتفق عليه وما نختلف عليه ونخضعه للحوار والمزيد من الدراسه. العالم كله يمشي كده يعني. بعدين برضو نقطه مهمه الابتعاد عن
التصنيفات والتقييمات السطحيه للنظام، نظام معزول، نظام ما بعرف ايش، نظام ايش. ايوه نظام هو ضعيف، لكن بالنسبه لنا نحن اضعف، نحن يعني مش هو معناه بالنسبه لنا هو اقوى مننا بكثير يعني. فما ما 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 نقيم منه تقييمات سطحيه وتقييمات، وبعدين هو النظام خاين ودار يبيع البلد وما بعرف ايه، والكلام اللي يتقال ده كله ما ده ما صحيح. فنبتعد، وده هو على العدو الوحيد وما عارف ايه، هو خصم ما عدو. هم اريتريين، هم خصم، هم سيئين، ممكن نتكلم لحد بكره عن سوءاتهم، لكن هم في النهايه اريتريين، والحل معاهم ولازم نؤمن برضه التغيير يكون من الداخل. ان شاء الله النقاط دي تكون جملت يا استاذ قرماي، وانا ده يمكن باختصار ما حبيت اقوله وشكرا. اوكي نمتق على لي كجبر مالت ابزي نزاربلو زصنحنا بمجمرتا اب قالسنا تسفا زي مقباص مخنياتو خا كم تقالسي تسفاهم قرص ايبلان تاريخنا زمهرنا ونزيرو اب كله ناي قالسي غعزنا معنقافن معواتن مورادن مديابن نيرو يو سلازي زي تاريخنا زي اميننا حجوين نزي اقاطمنا زلو انقفاتات ወይ منقلقال ናብ በሪኽ ቦታ ናይ ምምሳእ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ክንቃለስ ይግባአና። ካልኣይ ኣብ ነፍስና ምምርካስ እውን ሓደ ካብ ባህልናን ሓደ ካብ ታሪኽናን እዩ። ልክዕዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ልፍንቲ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ናይ ሓባር ጸላኢ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ኢልካ ዝተገብረ ነይሩ እዩ። እዚ ግን ንዕኡ ዝመስል ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ የሎን። ስለዚ እዚ ምስቲ ክንሓዋውሶ የብልናን። እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምኡ ምግባር እቲ ንድሕነት ህዝብናን ዝኸውን ዝምድናታት ብዛዕባኡ ክንሓስብ ይግባአና። ግን ድሕነት ህዝብናን ድሕነት ሃገርናን ዘይብሉ ዝምድናታት ካብኡ ክንርሕቕ ይግባአና። ህዝብና ድማ ይዕዘበና እዩ፣ ዘይዕዘብ ኣይኮነን። መርገፅ ይወስድ እዩ፣ መርገፅ ዘይወስድ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብቲ ዝተሓለፈ እዋናት እንተዳርኢና እቲ ስርዓት ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምስ ስርዓት ኢትዮጵያ ወይ ምስ መራሒ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሩና ናይ ኢትዮጵያ ምብፃሑ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዘረባታትን ወይ ዝውሃብ ዝነበረ ገለፃታትን ግልብጥ ኢሉ ናባና ገፁ ጠሚቱ እዩ። ብድሕሪ እዚ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ተረኺቡ ዘሎ ኩነታት እውን ካብቲ ዘሎና ዝተፈላለየ መርገፃት ንኣየር ብሓኒ እዩ ዘይብሎ መርገፃት ብምርኣይ እውን እንደገና እውን ሕቁኡ ክህበና ተራእዩ። ስለዚ ህዝብና ዘይዕዘበናን መርገፅ ዘይወስድን ውሳኔ ዘይወስንን ጌርና ክንሪኦ የብልናን። ስለዚ ኣብ ታሪኽና ደጊምና ንዑ እንተዳጠሚትና ንቅድሚት ምኻድን ምዕንቃፍን ምዕዋትን ስለ ዘሎ ተስፋ ብዘይ ምቁራፅ ክንቃለስ ይግባአና። ስለዚ ነዚ ንምግባር ግን ክስገሩ ዘሎ ዘይብሎም ወይ ክንገብሮም ዘለና ኣገዳሲ ነጥብታት ኣለዉ። ንዕኦም ጥቅስ ኣቢለ ክውድእ ሓደ ምእማን ኣብ ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ተርእዮታት እዚ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን መሬትን ንዋጋ ዕዳጋ ዝውዕል ወይ እውን ንዕኡ ብዝትንክፍ ንዕኡ ብዘናእስ ወይ ብዕን ብሓደጋ ኣብ ዘውድቕ ነገራት ክንኣቱ የብላን። ካልኣይ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔና ክንውስን ኣለና። እዚ እውን ኣብ ታሪኽና ልክዕ እዩ። ከም ብረት ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና እውን ኣብ ደገ ተፅዕኖታት ኣይመፁናን ነይሮም ማለት ኣይኮኑን። ግን ከዓ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔና ንምውናን ዝውሰዱ ዝነበሩ ንጹራትን ማለት ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ስጉምትታት ነይሩ እዮም። ንምዝካር ዝኣክል ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ኣዋጅ ኣውፂኦም ስዑዳውያን ንዑመር ንስው ተጋዳላይ ዑመር ቡርጅ ነቲ ኣዋጅ እዚ ክቕበሎ ወይ ክፍርመሉ ምስ ሓተትዎ ፍጹም ዘይከውን እዩ። እዚ ኤርትራዊ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔ ዝጥሕስ ኣዋጅ እዩ፣ ንዓትና ረብሓ የብሉን ኢሉ
كم زابي كوبون تقعد حركة إرتراء بحدث توتسن وان إن عراقاويان مستقلوا زقبروا وزنبروا حجزاتهم مستقلوا زقبروا وزنبروا إرتراء زقبروا نتخلص زقبروا وزنبروا نجارات أب ناس أو بوليتيكا والثانية يتقبلوا حركة إرتراء كأتو مسفتون ونسخة بمخنيات هاجراوي قداي وبوشت إرتراء زلوا إرتراء بزملكة مخنيات يعني تقادلاي حسن علي أسد مأسرتس لزنبري كبيت مأسرتي كوسو جعفر على الأسد جعفر على أسد كبيت مأسرتي كوسو بزغرب حتى ذي مسنسا بوليتيكا والثانينا زي صارر إيبون بالك ينسقوا خيلهم سلازي إذا عينت تمكرون إذا عينت بحلن وين قالوا نايو كن ريو يقبعنا كم في الله نزوم من إسي إذا نقرأت زي كيف الفون إليه استغسزلو كالا هاي سالساي نتبي أبزته مؤمن كل جزية يكون شكراتنا بزتك فتحومن بزتك معبلومن بزتك اليومن يقبعنا أبزته كل جزية بزتن تدعلو هليو ني متكان بخدعات مخساس بزي هاجراوي مرقصات مخساس እዚኦም ንገዛርሱ ካብዚኦም ክንቁጠብ ይግባና ዝኾነ ፍልልያትና ብዘተ ክንፈትሖም ኣሎና ራብዓይ ዕድል ዘይምጥፋእ ዝኾነ ዝተረኽበ ዕድል ኣብ ጥቕሚን ኣብ ረብሓ ናይቲ እንቲ ንቃለሰሉ ዘለና ህዝብን ሃገርን ከነውዕሎ ይግባአና ስለዚ ኣብቶም ቅድሚ ሕጂ ዘጥፋናዮም ዕድላት ብምርኣይ ናብ ድሕሪ ሕጂ ዕድላት ዘይምጥፋእ ካልእ ሓምሻይ ንፈላለየሉ ጉዳያት ኩሉ ግዜ ናብ ዘተ ነቕርቦ ብዘተ ንፍትሓዮ ነቶም ንሰማዓሎም እናሓየልና ኣብኦም ክንሰርሕ ከለና ነቶም ንፈላለዮም ከዓ ሓፂርና ብዘተ ክንፈትሖምን ናብ ዘተ ከነቕርቦምን ይግባእ ሻድሻይን ናይ መወዳእታ ነጥበይን ዘይተፀንዐ ኣብ መጽናዕቲ ዘይተመርኮሰ ኮነ ኢልካ ዝግበር ሚዛን ካብዚ ክንርሕቕ ይግባአና ንምሳሌ ከም እቲ ስርዓት የለን ጠፊኡ እዩ ወዲቑ እዩ ደጊም ዝተረፈ የብልን ኢልና ነፍሰናን ነፍሰማትናን ብጉጉይ ኣብ መጽናዕቲ ዘይተመርኮሰ ሚዛንን ግምገማን ገምጊምና ንነፍስናን ንህዝብናን ንድክም ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም እንወስዶም ሚዛናት ይኾኑ ግምገማታት ይኾኑ ኣብ መጽናዕትን ኣብ ውሁብ ሓቃዊ ሓቅነት ዘለዎ ኩነታትን ዝተመርኮሱ ክኾኑ ይግባእ እዚ እናበልኩ ኣብዚ ይውድእ ይብል ኑሪ ወዲና ዲና ብዚያታ ወይስ ትውስኾ ነገር ودينا هنا ننتهي بالكوتا تلاقي يعني بتاعت العدو نحن لحد اليوم ما عندنا توصيف محدد او متفق عليه للنظام بعدين برضه في عمليه هو يصفنا نحن بالتخويف نحن طابور خامس وغيره وغيره نحن برضه في الاونه الاخيره ظهرت حاجات ما عندها دليل يعني انه والله خاين وانه داري يبيع البلد وانه ما في دكتاتور يبيع بلد يعني بدون دليل بدون اي حاجه فالنظام ده مهما بقى هو اريتري فبالتالي العدايات لازم تكون مضبوطه يعني نستخدم فعلا انه رسائلنا نؤمن برضه بالتغيير حيجي من الداخل دي نسيتها يمكن ورسائلنا للداخل لازم تكون ايجابيه وشكرا جرماي للترجمه والمساعده يعني. النقطه الاخيره ايه هي؟ تصنيفنا وتقييمنا للعدو للنظام يعني المفروض ما يبقى دقيق يعني انه والله يا اخي نحن اولا ما متفقين ذات نص يقول طائفي نص يقول دكتاتوري نص شنو والان زادت فيه انه ذاته خاين ويبيع البلد وما بعرف ايه ودار يودينا هذا حاجات يعني ما فيها دليل وكذا يعني هو مهما كان ده وهو عدو الاول والاخير ومش عارف في نحن يا ريت المصطلحات دي تكون ونؤمن انه التغيير ده مهما كان نحن فعلا بالتنسيق مع الخارج حيجي التغيير لازم نؤمن انه حيجي من الداخل يعني شكرا ورسائلنا لازم تكون ايجابيه للداخل. اوكي تي مبل شام شامنيتن تاشعيت نطاتا حدا
مجلسينا نسرعات وأجلال سنة نتسرعات نصورن وهدن كون الله قلنا سلائي زي هجراوي هجرني كشيت زي دلو زخونة حيلي غيرنا نجلس بتحدى وجن من السرعات انتهونا وين كم حبشاي مسرع كم قلت تنعوز ملكة تي نصوص زوبا جلسة نحنا مجلسينا جن نتسرعات نصورن أب حقنتن أب لك أب ملكون تحسون نتسرعات زخونة نصور مجلسي كلونا يجبا أب كندي فنو بب وجنو خا كاب بخدعات بهاجر مشات زبل مجلسيتات ازين جزارسو نصور زخونن كله زسامع معلون بحق خانة سرعات زجلس مجلسي أبوك نسامع يجبا كلا تناي مودة كانت بين جزاتو لوتي كاوشتك مسخم زخيل جن كأم بمتحببارن بحبير كاب مسرحن مستناي دق حيلتات كاوشت خمسة كم زخيل مقبانس لذي زيوتي كي تقصد كم اللي لي قناة تاتوين زي آتني سلازي يغنى لنا تقادى لاي نوري محمد عبد الله بحكي سبوق أراربان حصيرن جنكا هبتامن زخونة جلساتاتن نتبتاتن أغميتولنا له سلازي كابز قصيلنا مباري تي ناي كبره زلو كنحطو زلنا نجر قال حطوتات وسيدنا بدحري وين نقفتاو توساخ ديو كنت انا نقفتاو توساخي خا كله نقفتاو توساخ نبل كلنا تقفتا كل جزء قالوا تامالتا يكونن هو يعني المقصود به هو إضافة نقدية والنقدية لا تعني دائما هي يعني سلبية فأبزو الدينار لناس الذي تعدلني حتى ملسن بمجمرتا عدلك كفتينا قصيلنا خابتي نقفتاوي مملعتا أبو خاب مستوى السنة أجزينا بس فقده كن كسلينا مالتي بوس الذي فبالتالي طبعا شكرا استاذ نوري طبعا كان وافي شرح وافي وكافي وتقريبا يعني تقديم لموضوع الذي جاء أن يتحدث فيه يعني بشكل يعني ممنهج ومنظم تم تقديمه فبالتالي الآن سوف ندخل إلى فقرة الأسئلة والأجوبة فسوف نأخذ بعض الأسئلة ثم ننتقل إلى الإضافة النقدية وعندما نقول مثل ما ذكرت إضافة نقدية النقد لا يعني أنه هو سلبي بل إنما هو يعني يجب أن نأخذه بالطريقة اللي كتار من الكتاب أو كتار من المفكرين دائما يعني تنقد آرائهم نقد إيجابي ونقد موضوعي سواء كان إعطاها بعدها بعدها الثقافي وبعدها يعني تقييمها من جميع النواحي فبالتالي انتقل إلى الأسئلة الأيدي المرفوعة أمامي هو أعطي الفرصة أول الذي رفع يده هو الأستاذ موسى دغا تفضل موسى يوسف. نعم السلام عليكم. سلام تحية للأستاذ برماي وللإدارة وسلام تحية للأستاذ المناضل نوري محمد عبد الله. وحقيقة كانت المحاضرة ضافية ومليئة بالتحليل وكم يعني الواحد يتمنى يسمع محاضرة من الأستاذ نوري لأنها موجودة بالتجربة والتجربة دليل
وممر انت مقالة قبر له طيب دخلت كانت لك على عصام. اوكي يعني ما على وحقيقة الفائدة حصلت أستاذ نوري. أنا مسموع؟ مسموع واسل بس مسموع؟ رغم أنه في مشكلة في الصوت لكن مسموع. سمعك أنا أستاذ. مسموع أستاذ موسى دقة مسموع. ويدور لوجاتو برما. وديقو؟ وديقو. يري اللخون. قال دقيقات قال سكندز كنت صبيمه دحان كنا تاتو عريوس قابز بس نفتي كسيلو زلو حتاتاي لفنتي على صلاح معك. اوكي لفنتي. اوكي شكرا قرماي. معاكم صلاح علي احمد. معليش اهلا صلاح. انا داخل من جهاز عام بتاع الائتلاف، اسف جدا. اشكرك جدا والشكر عبرك برضو للحضور عبر الغرفه والزوم الاداره، وتحيه خاصه للمناضل نوري محمد عبد الله حبيبي. بكل يعني صراحه كنت شفيف وكنت حميم، وكل القول الذي ورد اتفق معه تماما، لانه قول كان من على لسان مناضل وطني وما زال قابض على زناد المقاومة. أنا أحييك يعني أخي نوري، كنت ملتزم جدا بالعنوان، وأنا كنت يعني بصراحة فرح جدا بمشاركتك في هذا العنوان. وأيضا ما استثنيت نفسك من المعارضة ومن المقاومة، كنت بتتكلم وانت واحد من المعارضه وانت واحد، فبالتالي حتى هذا النقد اللي انت قدمته يعني ايجابي، لانك انت كنت تنتقد نفسك وتنتقد الجميع وانت واحد مننا، ودي عاده ما نلقاها في الكل. يعني ديما نقول المعارضه والناس تستثنى نفسها، فاحييك على ذلك. اذا انا بس حابدا اخي من ما انتهيت به من الاختلاف في توصيف النظام. فده حالة فعلا موجودة أخي نوري، فيمكن يعني أنت من خلال تجربتك وتقييمك ووصلت للحقيقة دي، ما هو التوصيف اللي فعلا المفروض إحنا نشوفه صحيح في وجهة نظرك، أو أنت توصيفك الخاص اللي ممكن يجمع الناس؟ هذا واحد. السؤال الثاني في الشق الآخر من العنوان، مستقبل أو الخيارات المستقبلية للمعارضة. فأنت ذكرت يمكن خيار واحد أساسي هو الجانب الوحدوي والوحدة الداخلية للمعارضة، أيضا الوحدة الداخلية للإرثيم بصفة عامة. ما هي الخيارات الأخرى المستقبلية اللي أنا ما شفتها وردت؟ وشكرا. اوكي أسرع بلمتان كيد صالح أبو ناصر يغني لنا مسكاناخا كم أوين مسكان صالح على أحمد يغني لنا مسكاناخا زيتنا حبارة ونقحاتكم أوين نيكبور قاشانا بزغرب كاي سلامتا مسكاناوين مسكانانا نعخا يخون انتهي قبل صنيحو حوي صالح على أحمد أنا لومي نوري محمد عبد الله زغربو ومدري أب كله يسمع كاب لبي حاليوتنا هزبو زلو تقادلاي زنقله تنتنان مدرن سلازخونه خا ناب لبي يبصح مالتي بفلاي كم تقاومو نفسو كابتي تقاومو اوسيو كيرأي أكلنا يتحسرتات أكلنا يتعوتات أكلنا يتدخمتات كوينو سلتزارب أيو إذا عينة الزراربا بزح يزقود لنا بدن بيتقاومو ويأبزنا يتقاومو بوتا كوينا نفسنا وكنت أبسي كام زرار بيرو بزح يزر نوري جن كم حدا يتقادلاي نفسو كابزي زلو دخمتات يخون عوتات يخون يتقاومو أيوسان أبزي بتعمي كمسكنك كيفتو
ሓደ እምበር ቀዳመይቲ ሕቶይ ፍልሊ ምስ ስርዓት ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሰማምያ ናይ ስርዓት ስለ ዘሎ ኣየናይ ስም እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ዝበቕዖ ትብል ወይ እውን ኩላህና ክንሰማምዓኑ እንኽእል ስያሜ ወይ መግለፂ ነቲ ስርዓት ክንህቦ እንኽእል ኣየናይ ኢልካ ተኣምን። ካልኣይ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ንኸዶ ዘለና ክንገብሮ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ናይ መጻኢ ዕድላቱ ናይቲ ተቃውሞ ክትገልጽ እንከለኻ ሓድነትን ንሓድነት ብዝምልከት ኣስፊሕካን ዓሚቕካን ገሊፅካ ግን ከዓ ካልኦት ነጥብታት ክጥቀሱ ዶ ይከኣሉ ወይ እንተለዉ ኮይኖም እንታይ ይመስሉ እዞም ነጥብታት እዚኣቶም ክጥቀሱ ዘለዎም እቲ ተቃውሞ ኣብ መጻኢ ኣብቲ ናይ መጻኢ ዕድላቱ ከቐምጦምን ክጥቀመሎምን ዘለዉ ነገራት ብዘይካ እቲ ሓድነቱ ምሕላውን ሓድነቱ ምትራርን ሓድነቱ ምስራሕን ኣየናይ ነጥቢ ኢልካ ተኣምን ይቐኒ ዝለይ أشكرك نوري ناباخا يا باي اوكي. اولا دار ابدا بالشكر حقيقه جرمان، انا اشكرك كثير يعني انه انا افكاري يمكن ما كان مرتبه كثير، حاولت تساعدني في ترتيبها يعني، ده شكر لك يعني صراحه يعني. انه الشيء الثاني انا برضو احيي طبعا اخونا صلاح الاحمد، وصراحه يعني هو اسئلته مهمه جدا يعني. توصيف النظام، انت يعني فعلا هو اقر انه نحن مختلفين في توصيف النظام، والمساله دي قديمه بالمناسبه من بدري يعني. فالنظام ده هو ما في شبيه له طبعا في الدنيا، هو صحيح هو خليط، هو دكتاتوري فعلا زيه زي الدكتاتوريين الاخرين وعنده زياده. على الاقل الدكتاتوريين أنظمة طبعا هي قمعية، هي يعني هي زي ما كلنا عارفينها يعني، حصلت في أماكن كثيرة مش في إريتريا بس، في نماذج كثيرة، في صدام، في قذافي، في كل زياد بري، في كثير يعني. لكن ده يمكن زيادة عليهم إنه هو يعني الآخرين يمكن هم يكونوا مشددين في جوانب بتاعت الحريات، انهم يقدموا على الاقل يقدموا تنميه، يقدموا استقرار البلد، لكن يمنعوا الحريات، الناس تكون ما عندها حريات، لكن الناس تكون اكله شاربه شغاله كل شيء يعني. لا، فهذا النظام هو فعلا نظام دكتاتوري، هو نظام قمعي، هو نظام كل المواصفات السيئه موجوده فيه، لكن بالتاكيد هو ما نظام طائفي. هو هنا بقى الخلل يجي لما نقول نحن هو نظام طائفي. طائفي كيف يعني؟ مسيحي مثلا طائفي كيف يعني؟ ليه ذا الاوصاف اللي ناس بعض الناس طبعا مع احترامي اليوم مقتنعين انه انا هذا نظام هذا طائفي وكذا، لكن انا ما اعتقد المساله دي تنطبق عليه يعني. البعض برضه يقول لك لا ده نظام قومي، هو نظام كبساوي، هو نظام شنو، ده ما موجود، لكن ده هو نظام فعلا هو ديكتاتوري، نظام قمعي، نظام سيء، نظام اوصفه زي ما عايز بكل الاوصاف، لكن لازم نتفق انه هو فعلا نظام ما عنده شبيه ذاته، يعني ما نقدر نضرب به نموذج. حتى في شمال كوريا يقولوا الناس النظام بتاع، لكن الناس هناك اكله شاربه بتاع ما عندها مشكله يعني، الا الزول يدخل في السياسه يعني يحاول مثلا يبقى مبول في السياسه وكذا، معارض معروف والى اخره. لكن هذا النظام فعلا انا ذاتي ما عندي له دراسه او ما عندي القدره ذاته عشان اقدم وصف انه الناس كلهم يتبنوه يعني، لكن اقدم انا اللي بشعر به انه فعلا نظام ما طائفي، نظام ما قبلي، نظام ما هو نظام تسلطي، نظام ديكتاتوري، نظام قمعي، نظام الان ذاته انتهى، هو ذاته كنظام ما موجود يعني. هو ذاته حتى الشرعيه الثوريه اللي جابها خلصت، المؤسسات ما عنده. لكن هذا نحن عشان ضعفاء ما يعني انه هو ضعيف، بالنسبه لنا هو قوي، بالنسبه لنا هو ما معذور، هو على الاقل قادر يحمي نفسه، قادر يحمي سلطته، وقادر يلعب دور في المنطقه في الاقليم.
فهي دي الحاجات اللي كنت اقوله انه نحن ما يكون عندنا تقييمات سطحيه له، لكن هذا نظام شيطاني. بس انا زي ما قلت يا صلاح ما حيكون عندي تعريف انه المساله دي ذاتها عايزه يبحثوها الناس المتخصصين يعني. الشيء الثاني زي ما قلت انه والله شنو اللي ممكن الناس تعمل الخطط المستقبليه وكده، هو انه زي ما قلت انه نحن نعتمد على الثوابت اللي ذكرتها يعني. نعتمد على ذاتنا، نعتمد على نراجع نفسنا، نراجع التفكير بتاعتنا، ونحاول نعمل الاشياء اللي نقدر نعمل عليها. نحن والله يا اخي تهنا في المرحله اللي فاتت دارين نسقط النظام. النظام ده حنسقطه من وين يعني؟ من امريكا؟ من اوروبا؟ من وين حنسقطه يعني؟ ما يعني دي مهمه انا افتكر هي نحن دورنا فيها هو مساعد. الاسقاط ده لازم نعمل واحد من الداخل. عشان كده في حاجات كثيره نقدر نعملها برا، نقدر نحاصره برا دبلوماسيا اعلاميا، لنقدم الجاليات بتاعتنا البرا دي. نعمل جاليات اريتريا يا اخي، هناك برضه شعبنا في الخارج قاعد يضيع. لو ركزنا في الحاجات اللي نقدر نعمل فيها مع بعض وعملناها دي ذاتها هي تحاصره، ويكون عندنا نعمل برضه حاجات ايجابيه، رسائل ايجابيه للداخل، ونأمن الاتصال بالداخل، وفي النهايه التغيير حيجي من الداخل. شكرا. حطونا صالح على احمد بتعمي اقداس حطو يوم مجلس سرعات زبلي وي نت سرعات كوهابو زخل والسيامي مستبهريات وزسمع سيامي المهابيو ابزي كلها هنا نفاتله نعوز اذا سرعات زي نعوز نمثل سرعات ابزي كبابينا ملكن تبلنا ملكاوين سرعاتات اب ليبيا ديو اب العراق ديو كنرئيس نحنا هنا وسرعات معمر ويكا سرعات صدام حسين الناوين كنت أكس نخيل انت خونا قن إذا سرعاتات زياتهم نجزء رسم أبقلش أنا خاتم ملكاويان كون اللواء تن سلطان زملكت قن أب مسرة تاوي مسالات نايتي هزبيخة قلي بايتا زخفتو ويم قلي عدلات زهبو يوم زي أب إرتراز اللو سرعات قن تشرشو أب رئيستي شوكواني قفاعي ملاخي مخانو نجزء رسول زخونه يكون مسرتاوي مسلاتهم ومسرتاوي حضرنتات مايت حزبي شرشو زي فك سرعاتي وسلازي كتقلصو بطعمي اشقاري زخونه سرعاتي كنت برقص اذا سرعات زي هايمانوت يبلون هايمانوتاوي يكونن بهري يبلون بهراوي اي كونن كم أون وجن يبلون وجناوي أيقونن سلزي إزي أرجعيسنا الفولتوي سلزي إزي كنري أزلنا قال إذن مستيع بعلم زلوا لومين تفعل السرعات إنه هجوم سيامي كن سميوجن أسجامي ولا وين لومي كوريا وكون أفريقيا كوريا الكاخ جلسون كله نجزع رسوم مستناي كوريا سرعات زم مساسلو نجر يبلون تسرعات أب إرتراز اللو بتعمي سيطانا وسرعاتي بو حدود أب كورياز اللو سرعات هيوت بمتنو كنبرت هزبي هيوتو خمر رحزة فكد سرعاتي سلازي يعني مالت كلس نخخون نصور زي مجلسيو قبل كوانت زي كالكوبل اتي كل جزيه ان طمقوا اسمات كم وجناوي كم هايمانوتاوي كم بهراوي زبل جن زوم سياميتات زياتهم اي بقعون يوم ويقول بأمكن جلسو اي نخلينا مخنياتو ناي زخونه يكون وجن ويناب زخونه يكون امنت ويناب زخونه يكون بهر وي اوراجا كتسقعوا زكال سرعات ايكونن جن انا بوجني اتي سرعات كيلاتات بزقباء أسمعهم كنسام علون ويكاني بقعوي خزخل زبلنا زي كله بحرياتو نزي كله تكباريتاتونا أب قمة بموسى هذا سن كركبو أقداسي إيو أتي خالي بزعبان أتي كالسنا بزملكت أب نفسنا ممركواس أب حزبنا ممركواس زبل نت بتاعت نجزع رسول سفيح كوينو أنا زي زبل
مسؤول توساخ خاتي إمنتنا لو تيكا وشتي مستي أبدأ زلوا بمتحبار زوجين إحنا قدينا زوم أبدأ زلنا أنا تسرعات مدزارسو كن حصرون دبلوماسيا وتنصلوتات كان الرقاقسم نخل نخون إزي خا بزقبا انت دعا اتي كله أقدمها بلز تقسكون الفتات انت دعا سريحنا له سلازي إزي اتي ناي مسائي الدلاتنا بخمزيريو إزي كلتنت بتاعت إزي أوشتو بزح سفحتي نتبتات كل عالم كل رأينا يخليه استاذ دقا موسى يوسف انت اذا كان سلحت ودعك ممكن تاخذ الفرصه. نعم شكرا جزيلا استاذ دماي، شكرا جزيلا. شكرا. انا اسف يعني في ناس قاعد مسافرين قاعد يودعوا، وبرضه اعذرني من الترجمه يا استاذ قرماي. انا حامشي بعد الكلمه يعني. اوكي ايوه شكرا استاذ نوري، شكرا. وين الكلام ده؟ شكرا استاذ نوري على واصل تفضل واصل المحاضره القيمه. وحقيقه يعني كما هو واضح ودون ادنى ريب يعني وصل وضع المعارضه الاريتريه حاله تحمل يعني في طياتها ثلاثه ظواهر. في الماضي كانت تحمل الأمل النفسي والسيكولوجي من الجماهير الإريترية، وهذا الموقف كان مدعوم بنشاط وتأييد والتفاف. المرحلة الثانية كانت حالة ترقب والخوف، والآن نحن في حالة بتاعت يأس والبحث عن البدائل. في اعتقادي نحن الآن نعيش في مرحلة حرجة تستدعي جهد سياسي واقعي يتناسب المرحلة الراهنة، وجهد فكري تتلاقح فيه الأفكار وتستفيد من التجارب الفكرية العالمية وتجربة المعارك الديمقراطية في ظل دولة القانون والمؤسسات. الجانب الآخر التأثيرات الإقليمية والدولية، ويجب أن تدرك المعارضة ذلك، ولنا مشاهد كثيرة في ذلك. والوقت طبعا ما يكفي إلا الواحد كان أسهب فيه. أولا اتفاقية جدة واللقاء كيف جات ولماذا جات وكيف اختفت بفشل وبتلاقح كمان. ثانيا لقاء صنعاء الذي عقد بدعوة من المرحوم الرئيس علي عبد الله صالح الإلهائي، أنا أسميه إلهائي اللقاء ده، الذي جاء لتغطية ما كان يدور من طبخ سياسي خطير في أطلانتا. هذه العناصر وغيرها مجتمعة أعتقد من الأهمية بمكان وضعها في الاعتبار لكي لا يكون هناك بديل خارج مساحة الإرادة الشعبية، وذلك بتهميش المعارضة. المناضل الأستاذ نوري، ما هو تعليقكم على هذا؟ وشكرا. مقدمنت سلام حاو نوري صبوغ مدرنيرو سنة فتاوي تنتنا فتصم عوت عقلالسا. أنا جن زيرو من نبرلو زلنا بسلسة كونتات مالت كنجلسون نخل كونتاتنا أبتقدماي سايكولوجيكاوي ويكا سنا مراوي تسفاز وكونتات نبنا نروح إزناخا أب نفسنا أب زمنان تمركزنا كارسي خنكايت سنحنا قصيلو زمسفة ناي فرهن ناي تنقيقا ناي متنقاقن مسيو مالتنا قصيلو خا أب متكاتا ناي تقالسنا ناي زنبرلو زلنا كونتات متكاتا حسسو ناي مبال مسيو يقولون نحنا لومي التحساسبانا مس ناي كالوت التحساسبا بموساد كم أوين ناي وسائل تمكرتاتن ناي كالوت حساب تمكرتاتن بمدعي بمزمادن مفتحي ناي مدلاين تكبارات كان زوتر يجب عنا نجزا رسو أبتز حلف أوان ركب جدا قصيلوين ناي صنعاء أخيبا
ምስቲ ኩሉ ኣብ ኣትላንታ ዝኸይድ ዝነበረ ሽግራት ምስኡ ተተሓሒዙ እዞም ክልተ ዓበይቲ يا الو ايوه ما شاء الله ايوه واصل معنا يدخل في النص قاعدين يا اخي ኣብ መንጎ ድምፂ ኣትሎ ድሓን سلاح ابو ناصر ممكن تضبط لنا الاصوات ما ادري من تطلع سلازي እዚኦም ኩላቶም ብምእታው ብፍላይ ናይ ርክብ ሰንዓ بكورونيل علي مراحي يمن ኣብቲ እዋን እቲ علي عبد الله صالح ዝተኻየደ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ግምት ብምእታው እዚ ንሎቢ ንነብሮ ዘለና ኩነታት ናብ መጻኢ ናይ ዝተቃውሞ ሓይሊ ብኸመይ ተንብቦ ወይ ብኸመይ ትሪኦ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ኣብሪሄያ ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ስታይ ብዙሕ ነገራት እዩ ኣልዒሉ ብዙሕ እውን ድሕሪት ዝመልስ ነገራት ስለ ዘሎ ተረዲእካ ትከውን ተስፋ ገብር ተጋዳላይ المهم تحياتي لاخونا موسى يوسف شايفه مشغول طبعا وشكرا للمشاركه على العموم طبعا السؤال بتاعته عن المادي ف طبعا شويه صعب الان عشان نخوض في المسائل اللي فاتت وهي مسائل مهمه لكن الان لو ركزنا على الاجنده اللي موجود وعلى الواقع بتاعتنا يبقى كويس وجدوا طبعا من الواقع بتاعت المعارضه ومن الايام دي انا برضه تطرقت في ال10 سنين قبل الاستقلال لكن هسه حتطلعنا الموضوع شويه طويل وحتطلعنا من الموضوع بتاعتنا يا ريت يعفينا اخونا موسى اوكي እዚ ክቡር ሓዊ ሙሳ ዩሱፍ ክገልጾ ፀንሐ ብዛዕባ ሕሉፍ ጉዳያትና እዩ ምስ ናይ ሎሚ ዘይተሓሓዝ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ሎሚ ኣብዚ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ኣብዚ ሎሚ እንነብሮ ዘለዎ ኩነታት ኣተኲርና እንተተዛረብና ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ኩነታት እዚ ንድሕሪት ተመሊስና ክነልዕሎ እንተደኣ ኮይና ካብቲ ናይ ሎሚ ዛዕባና እውን ከውፃእና ስለ ዝኽእል ማለት እንተፈቐድካለይ ነዚ ናይ ሎሚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣተኲረ ጥራሕ ክምልስ ስለ ዘሎና ኣብዚ መፅእ እንተርእናዮን እንተተዛረብናሉን ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ምስ ይቕሬታ ኣብዚ ናይ ሎሚ እንተተኮርና ይሓይሽ ብል ክቡር ሓዊ ዩሱፍ ክትሰማዓኒ ድማ ተስፋ ገብር ይብል ልክዕዩ ኣነ እውን ማለት ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዛዕባና እንተተኮርና ብክስታይ ንክንወፅእ ምክንያቱ ንየማን ንፀጋም እንተዳኣኸልና ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ምንታይ ከም ዘምሰና ክፍለጥ ስለ ዘይከኣል ወፊርና እንታይ ሒዝና ተመሊስና ክንብል እንከለና ኣብቲ መወዳእታ ክፅግመና ስለ ዝኽእል ونركز في الموضوع أو في سمينار هذه الأمسية وشكرا كسيلو في التحتيتي أوكي زوم يوزر يقريتا سمكان تقلص لنا بتعمل صبغ نيرو مسمن الزارب كم زلنا وين كنفلت نسخة فليت كان لها واي منتني اوكي صبو من كبر ግርማይ እዮብ የድበሃል ኣጋጣሚ ብኻልእ ክቡር ሓው ግርማይ እዮብ ደሓን ሕጂ በቃ ደሓን ዋላት ካሜራ እውን ይሪኦ ኣለኹ ናይ ጥዕናኻ ናይ ዓይንኻ ኩነታት ፅቡቕ ኣይከውንን ይኸውን ከተጥፎ ይከኣል እዩ ግርማይ ሓዊ ግርማይ እዮብ ሕቶኻ ጥራይ ኣፍስስ ዘገመ ይብሉን ዓይኒ ትማሊ ኦፕሬሽን ጌራ ናታ ብኸመይ ኣሸፊነ ኣፀልሚቴት መብራህቲ ስለ ዝደጉሓኒ ዝኾነ ዓምኑር እውን ስለ ዝፈልጠኒ ድሓን ፀገመ ይብሉን ሰላም ንኩልኩም መጀመርያ ብፍላይ ድማ ሓው ዓምና ኑር ንግዚኡን ተመክሮ ቃልሱን ዘሎ ህልው ኩነታት ክገልፅግዚኡ ስለ ዘወፈ ናስፋሕ ኣቢሉ ንኩሉ ዳርጋ ኩሉ ገሊፅዎ ኩሉ ክሰምዖ ፀኒሐ ካብቲ መጀመርያ ክብረት ይሃበልና ይቀኒየለይ ክብል ደሊ መጀመርያ ቀፂለ ሓንቲ ሕቶ ካብተን ኣብዚ ናይ ሕጂ ሎም እተላዕላ ሓንቲ ካብአን ክሓትት ደልየ ኩሎም ዲክታተራት ንህዝቦም መሓልዩ ንስልጣኖም መከላኸሉ
دارجا كل سب سام علي اب إرترا دولو ديكتاتور جن عين حزبي عين تهجر ولا حنت نجار يرينا لوني حنت تسكف نجار عبد حلفه أبز درينا نايك اللي تعمت بزح حسب هاجر مش إثيوبيا حوسا فدريشن كونفدريشن جلزبل ناي بزح سكفتان يرو كساب بحيل بحر حوسو خمسو نسو نحنتي إثيوبيا يسرح يجلز بحال سكفتات نيرو أبزسي نشتى حتى نشتى مبرهي جل خمريتو وي انتاي الرأي عم نور أبزي أنت مرسلنا صبغنا يغني لنا خبرت حاولنا تبان كثير. أولا أشكر الغرفة كما أشكر الضيف الأستاذ نوري. طبعا أنا أخفيت وجهي من الكاميرا نتيجة أنه أنا عامل عملية في العين وخوفا من الضوء الكبير، هذا هو كان السبب. شكرا أستاذ إيوب، إحنا متفهمين وضعك وإن شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل. شكرا. أنا طبعا أستاذ نوري بعرفه من زمان، وأستاذ نوري مناضل كبير، ولكن سؤالي هو وأشكره على تقديم هذه المحاضرة القيمة والوافية، ولكن سؤالي هو محدد في الفترة المدت. أنه طبعا أنت ذكرت أن هذا النظام لا يشبه الأنظمة الدكتاتورية، لأن الأنظمة الدكتاتورية الأخرى على الأقل ترعى شعبها وترعى الوطن بما يعني في حدود الذي لا يتجاوز سلطاتهم وسيطرتهم. ولكن في إريتريا يختلف، لا يهتم بالوطن ولا يهتم بالشعب ولا يقدم أدنى ما يقدمه الدكتاتورية العالمية التي نعرفها، فهذا أمر شيء مفروغ منه. ولكن يعني في الآونة الأخيرة يعني التصريحات التي كانت تصدر من إريتريا ومن خارج إريتريا من رأس النظام حيال إثيوبيا، فكان في تخوف إنه يأخذ الوطن إلى إثيوبيا تحت اتحاد فدرالي أو كونفدرالي. فهذا التخوف كان مسيطر على الجماهير الإريترية. فماذا رأيك، ماذا تقول عن هذه التخوف اللي كان من خلال تصرفات وتصريحات النظام؟ طيب ارفع الكاميرا شويه لانك ايوه فهو سؤال فعلا يعني في مكانه. هو ده نحن برضو كانت المرحله ديك، والناس طبعا زي ما قلت انه الناس ذاتها شكت، حتى الاتباع بتاعه انه الراجل الكلام كان ما مسؤول. لكن أنا أعتقد ده وجهة نظري، ممكن الناس يتفقوا معي يختلفوا معي، حاجة تانية ومن زمان بقولها. أولا هذا النظام زي ما قلت أنه هو نظام ما طبيعي زي ما ذكرت، يعني أنه كل الأنظمة زي ما هو ذكر قرماي أول حقيقي وقرماي زي ما ذكر هي تراعي شعوبها وتعمل إنجازات وتعمل استقرار، لكن هي في الحريات هي ممكن تضايق الناس. يعني دي الأنظمة الدكتاتورية المعروفة عنها. يعني الفلاح يزرع، الطالب يدرس، العامل يشتغل، التاجر يتاجر، ما عندهم معه مشكلة يعيش يعني. بس أي زول يجي في السلطة طبعا ده هو اللي كان المشكلة اللي كنا بنشوفها في كل الأنظمة يعني. لكن هذا النظام ذاته ما يترك حتى الناس بالشبهات ممكن يضيعوا يعني. بعدين وأنا أعتقد مشكلة هذا النظام الكلام اللي قالوا ده طبعا يبيع اثيوبيا يبيعها بتاع، ده كلام ما صح. أولا ما في يعني، هو اولا زي ما قلنا يعني معناه احنا لما نقول هو يقدر يبيع البلد دي لاثيوبيا معناه انا قاعد نتهم الناس اللي معاه في الداخل. يا اخي مناضلين يعني، ناس في شرفاء كثير وطنيين كتار من وقت لاخر يخشوا السجون، من وقت لاخر يصرفوهم، وقت في ناس هو يعرف يعني في داخل اريتريا ما المسألة هو صحيح مسيطر، لكن ما لدرجه انه هو يقدر. بعدين ما عنده مؤسسات ذات يبرر بها هذه القرارات يعني، ما لا عنده برلمان، لا عنده مجلس وزراء، لا عنده ما عنده شيء يعني. الشيء الثاني الدوله ذاتها تاع اثيوبيا ذاتها اللي عايز يمشي يبيع عليها البلد ولا غيره ذاتها ما مستقره يعني.
فبالتالي هو ممكن هو يكون عنده نفوذ، هو يعمل نفوذ في السودان، يعمل نفوذ في اثيوبيا غيره الى اخره، لكن يبيع بلد. وما حصل برضه في بالمناسبه الدكتاتوريه، ما في دكتاتور باع بلد يعني. بالعكس يعني هو يحتمي بها ويتدسى بها. هو اذا كان في بلده الصغيره دي هو خوفا، اللي قاعد يخليه يعمل كده هو خوفا، انا في تقدير يعني. هو نظام جبان جعل جماجم الشهداء، قتل ناس كثار. كان عنده فرص برضه زي كمعارضه لما استغلت البلد، كان ممكن يقول والله احنا عملنا كل الاخطاء دي من اجل نصل لليوم ده والناس كان ممكن تسامحه يعني، كان عنده فرص. لكن الان هو انا اعتقد انا غايته دي شخصيا، دي قناعاتي والناس ما يمكن ما تتفق معي، هو ما عنده حاجه لإريتريا وما اتوقع منه شيء، وسياسته هي وبعد الطوفان يعني. وشكرا. ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣብ ቦትኡ እውን እዩ ማለት እቲ እዚ ገለፃታት እዚ ዘይሓላፍነታዊ ገለፃታት እቲ ስርዓት እውን ዝኾነ ይኹን እዋን ስቂሉ ዝፍንዎም ነዞም ከምዞም ዝኣመሰሉ መግለፂታት እውን ብድሕሪኦም ዝሕበኣሎምን ብድሕሪ ዚ ዓይነት ገለፃታት እዚ ነብሱ ዝኽውለሉን ኩነታት እዩ ብል ዋላ እዚ ኣባህላ እዚ ከም ዝበልካዮ ኣፍሪሁ ነይሩ ወይ ስግኣታት ፈጢሩ ነይሩ ስኽፍታታት ፈጢሩ ነይሩ ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብ ደገፍቲ ወይ ሰዓብቲ ናይቲ ስርዓት ከይተረፈ እውን እዚ ስኽፍታታት እዚ ፈጢሩ ነይሩ። ግን ከምኡ እውን ከምቲ ዝጠቐስካዮ እዚ ስርዓት እዚ ዝመስሎ ወይ ንዕኡ ዝመስል ስርዓት የለን። ኩሉ እቲ ካልእ ስርዓታት ናይ ምንባር ናይ ንገድ ነጋዳይ ሓረስታይ ዝብል ነገራት ንዕኡ ዝፈቅድ ብመጠኑ እውን ነቲ መሰረታዊ ሓርነታት እውን ገለ ስታይ ዘብል ግን ከዓ ፍጹም ሓርነታት ዘይፈቅድን ንስልጣኑ ከዓ ፈርፅምካ ምቁማት ዘይፃወርን እዩ እቲ ስርዓታት። እዚ ስርዓት እዚ ግን ካብ ከምዚኣቶም ዝተፈለየ ካብ ከምዝን ዝኸፍአን እዩ። ነቲ ሃገር ዝኸውን ዝኾነ ይኹን የግሉን ነቲ ሃገር ዝጠቅም ዝኾነ ይኹን የብሉን እዚ ንጹር ክኸውን ኣሎ። እቲ ንሃገር ምሻጥ ዝብል ግን ኣነ እዚ ማለት ኣቃሊልካ ዝርአ ነገር ኣይኮነን። ብቐሊሉ ከምዚ ኢልካ ምዝራብ እውን ኩኑ ኣይካሎን። ንክንደይ ካልኦት ኢና ክንልክም ኣብታ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘሎ ንገዛእ ርእሱ ሃገራውያን ነዚ ኩነታት እዚ ዘይፈቕዱ ስለ ዘለው ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ንዕኦም እውን ምልካም እዩ። ካልእ ንገዛእ ርእሱ ምሻጥ ድዩ ምስ ሓንቲ ካልእ ሃገር ብፌደሬሽን ብኮንፌደሬሽን ምሕባር ድዩ ነዚ ከማልኡ ዝኽእሉ ትካላት ናይ ሸያጢ ትካላት የለውን። እቲ ገዛኢ ኣካል እንተኾነ ወይ እውን ብሕብረት እትኸደ ኣካል እንተኾነት እውን ክነታቱ ኣብ ክገዝእን ኣብ ምስ ካልኦት ክሓብረሉን ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ስኢልካ ዘሎ ኩነታት ይብል። እዚ ስርዓት እዚ ፈራህ ስርዓት እዩ። ካብ ፍርህ ዝተላዕለ ከዓ ነዚ ኩሉ ዝግበር ነገራት ይገብር ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግባእ። ምክንያቱ ድሕሪ ሓራ ኤርትራ ወይ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ንገዛእ ርእሱ እቲ ስልጣን ብኸመይ ምስረት ከመይ ይኽድ ኣብ ዝብል ነገራት ክዘራረብን ክገብርን ዝኽእል ነይሩ እንተዝኸውን ንገዛእ ርእሱ ብዙሕ ካብዚ ፍርሃቱ ንወፀ ነይሩ። ግን እዚ ብዘይ ምግባር ኣብ ፍርህን ራዕድን ይነብር። ካብቶም ኩሎም ነዚ መሰላት እዚ ዝሓቱን ነዚ ዘይንብር ኩነታት ናብ ንቡር ክመልሱ ዝኽእሉን ካብዚ ብምጥቃስ ብዙሕ እዚ ኢልካ ክትግምቶ ዘይክእል ነገራት ይገብር እዩ። እንታይ ንኤርትራ እንተኾኑ ግን ዝኾነ ይኹን ነገር የብሉን ንኤርትራ ዘቕርቦ ወይ ንኤርትራ ዝህቦ ነገር እውን የብሉን ኢልካ ክዝረብ ይከኣል። ኦኬ በኣርከስ ኣነ ዝተላዓለ ልፍንቲ ካልኣይ ግዜ ልዒልዋ ተግርማ ወሊደን ናይ ልፍንቲ ካልኣይ ግዜ ልዕል ካልኣይ ግዜ ተመሊሱ صلال أحمد شكرا. أنا رسلت لكم يمكن رسالة في الخاصة لأن شفتها ما في متداخلين، فبالتالي عشان على الأقل هذه الندوة
نثريها. قلنا يمكن أنا أرجع بتعقيب لو اديتوني الفرصة، وإذا فتحتوا فرصة التعقيب طبعا، وهذا لو أعطيتوني الفرصة في التعقيب إن شاء الله، لو ننتقلنا للتعقيب، لأنه ما عاوزين نضع. لا خلاص صالح على أحمد، ما نضيع الزمن طالما ما في إيد مرفوع، ممكن تتداخل الأسئلة والتعقيبات، فأدخل مباشرة في التعقيب. خلاص شكرا. أنا حقيقة حأعقب على نقطتين فقط. يعني النقطة الأولى هي المسألة بتاعت توصيف النظام، وهنا بس حاتخذ الوسائل بتاعت النظم الدكتاتورية. أنا بتفق مع الأخ يعني إنه هذا نظام دكتاتوري يعني بصراحة منفرد، لكن وسائل الدكتاتوريات كلها واحدة. هي أي نظام لازم يتخذ وسائل معينة عشان يقدر يستمر. من الوسائل اللي يلجأ عليها النظام الدكتاتوري هي مثلا الطائفية، فبالتالي الطائفية ما وصف للنظام، هو وسيلة اتخذها النظام. يلجأ مثلا لطائفة محددة يقربها في لحظة محددة، وكأن الناس يعني بتعتقد انه هو يمثل مصالحها. لما تفشل الوسيلة بتاعت الطائفية يمشي لوسيلة أخرى زي الوسيلة بتاعت الجانب القومي الثقافي، وهو وكأنه قاعد يعني يشبه نفسه انه يحمي مصالح القومية المحددة او الثقافة المحددة. وهكذا لما تنتهي يلجأ إلى أن تلقاه يمشي للإقليمية، لألجأ حتى للأسرة الواحدة. فبالتالي يعني أنا أتفق تماما مع الأخ نوري. الطائفية كانت وسيلة، وأيضا الجانب القومي كان وسيلة، والجانب الجهوي كان وسيلة. لما تخلص الوسائل كلها يلجأ إلى مهدد أو عدو خارجي عشان يوحد به، ويكون عنده عدو دائم. فدي كلها وسائل هي موجودة. أنا ده التعقيب الأول. التعقيب الثاني في الخيارات المستقبلية. أنا أتفق معك، لكن داير أوجه كلنا نحن كمعارضة عندنا مسألة مهمة لو ما نتنازل عنها ما حنقدر ننجز، هو التعدد الزائف الموجود الآن حوالينا. ليه؟ لأنه نحن بكل صراحة قاعدين نتنافس وفق برامج تنظيمية، وهذه البرامج التنظيمية لا تصلح لهذه المرحلة. المرحلة دي ما مرحلة بتاع تنظيمات عشان نتنافس، عشان نفرغ تنظيمات. المرحلة دي هي مرحلة بتاعت إننا كلنا مرحلة تغيير، يجب أن نتوافق في ميثاق محدد لمرحلة التغيير. التنافس إذن يجي ما بعد التغيير، وهو في المرحلة بتاعت الدوائر الانتخابية. فلذلك أنا أقول الخيارات الموجودة أمام المعارضة بالذات القوى السياسية يجب أن لا نتعامل بالتنافس، ويجب إذا قدرنا نجمد برامجنا اللي قاعدين نسوقها لبعض. التسويق بتاع البرامج ده يجب أن نتخلص منه الآن. وشكرا. شكرا. أيضا مداخلة غيمة بتعمي أقداسي توساخي نطبي زلواني أنا كلت نطبتاتين زلواني تقدميتي مقلاء سرعات بزبركوسيو لكعيو زي ديكتاتوراو سرعات زي فلوي سرعات ايو نابز بالكسامة عن كله قنكا كلهم ديكتاتوراويان علامهم بزي الدباب وبزي وكلنا أبسلطان مقصاليو أبسلطان متان كقصلوها زي تقمو الدباب زي القصرو زي الدباب يتقمو. سلازي امنتاويان ايكونون ግን እምነት ይጥቀሙ። ምክንያቱ እምነት ኣብ ስልጣን ከቀጽሎ እንተደኣኺሉ ወይ ናይ ሓደ እምነት ሓላይን ናይ ሓደ እምነት ተቆርቋሪን ወይ ናይ ሓደ እምነት ሓሳብን ኮይኑ ይቀርብ እሞ ደገፍ ናይ እምነታት እዚ ይረኺቡ ይቅጽል ማለት እዩ። ሕጂ እምነታዊ ይኮነን ግን ከም ኣገባብ ይጥቀመሉ እምነት ቀጺሉ ናይ እምነት ክጥቀም ጸኒሑ እዚ ኣገባብ እዚ እንተደኣ እኹል ኣገልግልዎ እሞ ከዓ ንቀጻልነቱ ዘረጋግጸሉ
درجة أبزي ريول وانوين نعو قديفو بهراوي ባህላዊ አውራጃዊ ወገናዊ ስጋብ እንዳውን ስጋቤታውን ወገን ከም አገባብ ይጥቀመሉ ግን ከአ እዚአቶም አብ ምግላጽ ክትመጽን ኮላና ወገናዊ ወይ ሃይማኖታዊ አይብሉን እዮም ግን ከአ ከም አገባብ ክትጥቀመሉን እዚ ከአ ኩላቶም ዲክታቶራውያን ዝጥቀሙሉ አገባብ እዩ አብ ስርዓት አብ ስልጣን ምቅጻል እቲ ካልአይ ናይ መጻኢ ዕላማታት ነገር ከም እንቅፋት ዝኾኑ ዘለው ወይ ክንጥቀቀሎም ዘለና ቀዳማይ ነገር ካብዚ ዘይምኽኑይ ብዙሕነት እዚ ክንላቀቕ ይግባአና እዚ ሎሚ ዘሎና አተሃባልዋ ናይ ብዙሕነትና ምኽኑይ አይኮነን ምስ ዝኩነታትና ውን ዝኸይድ አይኮነን ስለዚ ካብዚ እዚ ዘይምኽኑይ ብዙሕነት እዚ ካብኡ ክንላቀቕ ይግባአና ካብ ናይ ምውድዳር መንፈስን ባህልን ትግባርን ተግባራትን ውን ክንርሕቕ ይግባአና ምክንያቱ እዚ ግዜ እዚ ተላዚምና ሓደ ኮይና ሓደ ኪዳን ወይ ሓደ መስመር ወይ ሓደ መርገጽ ወይ ሃልዩና ነዚ ዘሎና ዘይንብር ኩነታት ንኣልየሉ እምበር እንወዳደረሉ ግዜ ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ ናይ ምውድዳር ተግባራት ወፂና ብሓደ ኮይና ተላዚምና ነቲ ስርዓት ንኣልየሉን ነቲ ኩነታት ነይንብር ኩነታት ካብ ሃገርና ነበረያ ንገብረሉ ኩነታት ክንፈጥር ይግባአና ስለዚ በዚ ክልተ ብዚኣተን ክጠቅስ ይፈቱ ተጋዳላይ أبو علي صالح أبو صالح علي قصيلة ناب كبر حاو تجادلا إسماعيل كخيد بزخانة تي حتى يكون وي رئيته يكون ترى حدا خاب كلتيو على العلان هم الزرارب تلزخنا تفضل إسماعيل شكرا قرماي السلام عليكم قرماي خميقميا مرحبا طبعا انا عندي شويه تعليق بس يعني الا ما عندي سؤال التعليق هو طبعا السرد مفيد وكويس يعني ملخص وبمراحله يعني 3 مراحل أقل شيء أنا اللي لاحظته ما أوصل المراحل وتطوراتها وحيثياتها إذا أوصلت المعارضة في وقت الراهن يعني في ظروفها الحالية صحيح هو ده كويس ولكن أنا ملاحظتي هي يعني طبعا لما تشوف كمعارضة ككل يعني والأخ نوري تفضل يعني هو يعني طرح جزء منه يعني وقال يعني نحن كلنا المعارضة كلها يعني فتقييم الموضوع أو كمان سرد الموضوع أو فهم الموضوع عامة يعني كعام ما مشكلة كبيرة جدا يعني أنا بعتقد يعني أنا بصراحة الليلة اللي كنت انتظرت يعني بمعرفتي أو كمان بملاحظاتي بمشاركة الأخ المناد النوري في بعض الندوات يعني يكون أكثر عمقا يعني من العام ده يعني ما قاعد أقول يعني اللي طرح كسرد عام ما مفيد لكن مفيد جدا كويس هو يعني وملخص وجيد يعني ولكن أنا كنت بنتظر يعني أكثر عمقا يعني هسه قاعدين نتكلم يعني زي ما هو تفضل يعني بامتداد 30 سنة من التجربة يعني تجربة المعارضة يعني بصفتها اللي هو طرحها وشخصها يعني ممكن من الخارج مع استمرار من المرحلة التحررية يعني من الكفاح المسلح لكن يعني بعد 30 سنة بقى أخ نوري هل كان واجب أو كمان
يعني مطروح أو كان نطرح سؤال يعني نكون نتعمق أكثر يعني وتشريح المعارضة ذاتها يعني تشريحها يعني ما اللي تحته تحت العباية دي الواسعة دي عباية المعارضة اللي طرحها واللي شرحها كمعارضة كلها يعني في داخلها يعني هل نحن لما نتكلم مثلا مين هي المعارضة من النحن دي يعني هو خلص نحن من هو النحن دي يعني من هو النحن دي النحن دي لازم يعني ما ممكن نسأل عليه إلا في تشريح المعارضة في داخلها يعني هل مثلا تنظيم ما يعني في 1991 اللي كان موجود يعني امتداد من المرحلة التحررية اليوم بعد 30 سنة هو يعني مع يعني قاعدته وقيادته وبكل أشياء يعني طبعا البرامج ما تتغير يعني البرامج موجود على الورق وذاك أرشيفه يعني ما يمشي لكن كان هل هي دي يعني من هي نحن ديل منهم من نحن يعني من نحن عشان نوصل يعني لطرح اللي خلص به يعني هو تقييم يعني هو 3 خيارات طرح يعني العودة وتحاله مع الشيطان وبعدين مواصلة النضال مع تقييم صحيح وتأثير جديد يعني عشان نوصل لهذه النقطة يعني ما يجب يعني علينا نحن يعني نفتش ذاتنا ما مين نحن يعني مين يعني هل هو التنظيمات المؤطرة هي ولا هل هي يعني الحركات الجديدة هي مين هذا مين؟ فدي واحد ملاحظة اللي عندي. 2 مسألة النظام وبيع البلد وما بيع البلد. أنا بعتقد يعني الاصطلاح بيع هذا اصطلاح البيع غلط هو يعني سياسيا أصلا غلط هو يعني غلط هو وممكن تقصير في اللغة هو يعني أصلا ظهر من يعني حجر كشيت ديليو يعني حجر كشيت مش بالطريقة كده يعني الاصطلاح في نظري مفروض الواحد يوقف عليه ويقيم يعني لكن ما دام احنا قلنا هو ديكتاتور وقافل البلد والمعارض في الخارج هو زي ما طرح نوري في البلد يعني الديكتاتور ممكن ياتي بشيء بمشروع ما يعني مثلا افرض يعني هو عاوز يرجع الكونفدراليه او كمان فدراليه او اكثر من كده ويطرح في داخل اريتريا دي استفتاء يعني هو الاستبداد هو يعني بالنسبه لي انا اشرحه او افهم الجسم هذا النظام هذا نظام استبدادي مستبد بشخص واحد يعني ويقاد في شخص واحد يعني الديسبوتيزم يقولوا يعني في علم السياسه والانظمه يعني فبقى هو اذا طرح يعني مين حيقول يعني والله لا يعني اذا طرح مشروع استفتاء في داخل البلد ويقول لهم يعني نحن عاوزين نصوت لرجوع الى اثيوبيا وكمان الى ايه وايه وايه يعني عشان كده نحن المفروض نحن ننتبه يعني ولا شو اسمه البيع ده لما تطرحه من فوق بيع البلد. انا اتفق مع اخ نوري بعدم موضوعيته يعني ما موضوع يعني بيع البلد لا يعني لكن قد يكون مشروع جسمه ومبادره موجوده يعني الرجل قال كده يعني واكثر من كده كان صريح جدا يعني وقال يا جماعه الكابينت بتاعته وقال لهم يعني احنا مستقبل البلد اقتصاديا والجسم هذا ما موجود لانه ده كان موجود عسى ما موجود ذاك موجود ما موجود كل شيء يعني ما خلى الرجل يعني في يعني مؤشرات جديه خالص الناس يعني لازم يعني تفكر عليها تفكر فيها وما تهملها يعني عشان كده يعني ما نركز في الاصطلاح يعني بيع البلد مش بالطريقه بيع البلد لا يعني في مشروع سياسي ممكن يجي مشروع سياسي ويطرحه في البلد يستفتي الناس اللي يتبعوه هنا وخلاص هذا هو الجسم هذا ثم المعارضه زي ما الاخ نوري قال يعني مقفوله يعني الطرق مقفوله ما قدرت تخترق هذه الابواب الى الوطن وفي الوطن ده اللي موجود يعني لا حول له ولا قوه يعني وشكرا جزيلا. اوكي استاذ اسماعيل اكل لك حسنا عبد الكاتن زبلكاين حتى انت تقريبا كندي دسم دلني
شكرا انا حق كاين يعني ذكر زونا لا فيرما يالو لي خاني يعني ብዙ አይተገደስኩን አነ ዝብዘሎ መጀመሪያቲ ሰውሃቤ ገለፃ ቦትዩ ስብዩ ብተፈላለየ መድረካቱ ጽቡቅ ያኒ ዝወፆ ነገር የብሉን ንዑ አነ ግን ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዝተባሃለ يعني كحصر يا مالتي يعني قرب يعني رئيته خيبلو دليل إليه فطبعا حو نوري نفسه حويسو كم بتقلالو كم تقاومو دنبي يتزاربو يعني وأبط مجرشة كمان بخومي يوديو يعني ስለዚህ እጂ አነ በጋ ጽበዮ ዝነበርኩ ምክንያቱን ሓው ኑሪ ኣብ ተፈላለየ መድረካት ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ስለ ዝፈልጦሞኒ ኣስተሓሳስብኡኒ ኣወራርዳ ቅጥዓቱን ስለ ዘዘከርኩ ያኒ ነዚ ሕጂ ዝገለጾ ያኒ ብታፈሹ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ካባ ከም ደንቤ ያኒ ከም ተቃወ ደንቤ ምተዋቀበ ደንብ ምርአዩት ጉዳይ ብዘይ መጠን አሸጋሪ አይኮነን ሁሉ ጊዜ ዝባል ነገር ንብሎ ነገር እዩ ግን በመድረኩ ስለ ዘቀረቦ ጽቡቅ ገይሩ ካኒ ስለ ዘሕሰሮ يعني ابو صغير يبلين يصبو يزبل ግን አነ እንታይ ጽበ ነይረ ከም ዝበልኮ ኖሪ ንዑ ስለ ዘቀየምኮ ባዕለ يعني ነቲ ኣብቱ ውሽጢ ካባ ናይ ተቃውሞ ዘሎ ንዑ عميق مفتاشو يعني بالانجليزية اناتومي يبهال وكان تشريح يبهال بينتاج متات اوشت مفتاشو يعني لكم ساقم حدا اكلنا يودسه بزي اوش زلو غدايات سي يعني بالعالي يختريون كل غاسب تطويلو تدورو كذا اوشت زلو غدايات يعني كتريو نعو بزعبو وشت عمق يلو خيد من فتش ጽበየ ነይረ ኢለ ኣለኹ ግን ከምቲ ዝበሎ يعني نحنا ኢሉ የሚሉ نحنا ዝብል ቃል ነገዛ ርእሱ መኒና نحنا يعني እቶም ውድባት ካበ ብረታዊ ቃልሲ የሚሉ ዝቀፀለ ዲና ንዛረብ ዘለና እሞ ድሕሪ 30 ዓመት ክንዛረብ ኮልናሲ ከምኡ ዲና ዘለና ንኣብነት ብ1991 ሓደ ውድብ ነይሩ እንተኮይኑ ድሕሪ 30 ዓመት ሕጂ ከምኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከይፈተሽ ካን ኮልካ ነቲ ኣብ መጨረሻ እዚ ካብ ሰለስተ ምርጫታት ዘቀመጦ ወይ ምምላስ ንዓዲዩ ወይ ከዓ ምስ ሸይጣን ተዛሚድካ ወይ ከዓ ተሓጋጊስካ ንስርዓት ምእላዩ ወይ ከዓ ነብስኻ يعني ገንጊምካ እንደገና ሓድሽ መገዲ መኻዲዩ ኢሉ ስለዚ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሳልሰይቲ መታን ክትበጽሕ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ወይ ከዓ ርእይቶ ዝብሎ ዘለኹ ጉዳያት ክኸውን ኣለዎ يعني ሶልካ ከም ሓደ ውሽጢ ካባ ዘሎ መዓረዳ ወይ ከዓ ናይ ተቃውሞ ደንበ ኢልካ መን እዩ ክመርሕ መን እዩ እንታይ መገብር መን እዩ ክቀይም ዝኩሉ ጉዳያት ስለ ዘሎ يعني خبا حليفه بزعبا حجر كشي دليدو غلطات زبال زلو تايملا اتقال حجر كشي دليتا مشات زبال ነገር بنا تيريتو ጌጋ يعني ፖለቲካዊ ገለጻናታ ጌጋ يعني حجر كشي ባይ ሸይ አይስምعني يعني ፖለቲካዊ ገለጻ የብሉን يعني ምናልባት ሕጽረት ናይ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል يعني ስለዚህ ግን ካሲ ዳርዳ ከምቲ ንሳቶም ንሱን ዝገለጾ ዝተቀበሎ እቲ ጉዳይ እቲ ስርዓት ገባቲ ስርዓት ወናይ ሓደ ሰብ ስርዓት يعني ዴስፖቲክ ዝኾነ ዴስፖቲዝም ማለት እዩ ናይ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ኢድ ዝተጠቃለለ ስርዓት ማለት እዩ يعني ካልእ ዘይብሉ يعني ካልእ መሻርክቲ ዘይብሉ ታሽሙ ካኑ ካብ ፈለጥና من خلكሎ እዩ ንሕዳ ከምቲ ሓው ኑሩዋን ዝበሎ احنا ካብ ብረት ወቃልሲ ጀሚርና ብደገ ይዘሎቲ ተቃውሞ ደንበ ኣብ ደገ ስሎ ስለዚ እቲ ስርዓት ነቲ ማዕጾታት ዓጽይዎ ኣሎ ነቲ ማዕጾታት ዝከፍቶ ወይ ከዓ ጨዳ ዝክንገብረሉ ይካልናን ኢልና ካብ ኣመና ከምኡ ከዓ ዝብል ዘሎ ኑሪ ስለዚ እንታይ ኣሎ يعني ወሕስነት ጽባሕ ንግሆ ከምቲ ንሱን እኩል ዝኾነ ምልክታት ይባሎ ንሕና ካቢኔትና
ምክንያቱ ካይተረፈ ኣኪቡ يعني مساي عدلنا بوليتي ناي قطابه ناي تاهجر كهيد هاي كيلين يوم ምክንያቱ ትማሊ ዝነይሩ ሎሚ የለን እቲ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ ካብኡ ለዓለም ብዙሕ ነገር ስለ ተዛረበ እሞ ንሕርዳ ንሱ ፈላጭ ቆራጭ ኮይኑ ሞኒ ጽባሕ ንጎ ንሕና ኣነ ብሓደ ፕሮጀክት ኣለኒ ሓደ ውሳኔ ወሲደ ኣለኹ እሞ ናብ ኤርትራ ናብ ኮንፌደሬሽን ድዩ ወላ ፌደሬሽን ድዩ ወላ ዝኾነ ኣገባብ ክትሕወስ ኣድላይ ስለ ዝኾነ يعني ኩነታትና ስለ زي فردو نبانا مالتي كنا سلازي دفعنا يعني ريفرندم غير لكم الله هو ابزي صندوق الله صندوق غير لكم الله ابو دمص قمؤتو انت ولو مابتم مشت زلو ماني ولا حنت غور زي كله تموقح زلو حزبي اهون ايدون تموقح زلو ومن اسي كله كعيزو زلو حبرتسب او اوزو مشروع زي اقميتو اندحردا خلاص ايرترا نبعدنا بايثيوبيا بخمسه اجباب تملس هلا زبل اواج اندحروتي سنتان نقبر نغير يعني ስለዚህ በታ استلاح ወይ ካነ በታ ተርም ወይ ካነ በታ ትርጉም يعني حجر شيء بقى خنتالله يبلنا كبا عمق قبلنا كنري لنا يزبل انا زخون خوينو زي ريتات نعي بتعرب زبلكو صبو غير امصيو انت زي امصيو ግርማይ ሰሚዓንም ቶንካ ተረፈን እንተሎ መላለይ ስለዚህ በዚህ ተጠቁ ብሊ ተፈቱ وشكرا ونقول لهم سلام يبلكم يعني يغني لنا اوكي يغني لنا زغودله زلو خوينا يسمعنا ጽቡቅ ጌርካ አጠቃላል እንታሽን ጌርካለ ካብኡ ቀፂለን በአርና ቢያሲን ዑስማን ሕቶ ይኹን ወይ كنت سلام اوكي جرماي كيف ثانك يو سلام اخواتي سمع له خايف انا بسمع ان شاء الله نقول يا اخوانا والسلام كلكم سلام المالاتيو وشكرا لك عمنا نورو حق صبوخ صاير مجلسات بنركع بصراحه كلها بصراحه حجي درجه 45 ذا ود قال له خابزود سمعكم نير مالتي دنك سمع كلها درجه تخونت كاب 5 اللي عليه تخونا مالتي حجي قلنا عن انت حق بدابتم تي معطونا عمل نور ابتو خصاي زنبكو مالتي بتزرع هو قدامنا تدم بتقاموا بحد يزلوا ما بدك كلمه تعمل حتى ما تدم بتقاموا بحد يزلوا يعني تدم بتقاموا زباله بحد لما انت عند حركم اللي لما انت ما توصل بالله لما انت عند حركم اللي انا بزحري ايه مالت لانه كاب يا اخوانا زي زربا بزحت زربان انا من تاي ولا مشتري ترام كلنا كاب 9 30 انا من تاي درابيتي كلهم قولوا ابناء جبهه تقاعدت النبر ولا حبه اكساب حجله ابو سيد النبر الكاتات السماء كابتن حبتنا جبهه النبر وبتاعهم كله بزحنا سمعنا ولا اسيب على مزيكا دحريو 9 ساعات خاف سودان كابزاتو صبراويتهم كبحالهم كله افكارتهم بتعبتهم كله جا كوميونيتي عندهم كان جاليه على عبد الواسع بحال تحدنا بحال حنسي بحال امحاره بحال بزو بحال كلنا حجي المهم كت كن كل يوم حدشني نقاري خاطر قن حجبت عشان نجوهم فلان حجي من ترخه عند عبد الخان حجي ناكله حجي حلمه كذا عاد انجلس نزاكو اخي واحد قبر انت حركو بصير اشاء مصين انت حرتها حلو زلا بليناي كاب تمرد دلا تهم مصا بلخ طعامه ديو دقافه تتفضل ياسين اوكي بزعب حسابات راي نزارب سبات هو ما تحت ما تم توقع قبل الكاد اليوم بصير نفسه كلا خلايك ابز سلازم معلش اوكي ابغى كان حجي انت عندك تدم طعامه طلعوا مالتي بشير شام بس انت مالي بتهول تملي مالتي قال السبت قال كابتن قال حفظ السبت حط مالتي بزحترمه جوهر زي ودخل زي اخونا جبرت المجلس السند حرم مصير خاخا ملي كابزيت فتح حواتنا تمص مال نقاش عثمان مصير انت حرت بالي خا ملي انت نقاش كابت مدري عند عركاب قالت كمو حجسي انت دريا كامل تدوم بتعامل بحال وين انا بتخلت
تدمر تعامل يعني متى 5 مثال كامل عن بالكوا انا حجيب لنا بخالف قدام مثال كذا عملت نفسي تفوت متم بلينا حوادي مال كنا كانت كان جبرت حوادي دم او توت 5 مثال كذا عشان المداخل قاعد داري يجيب لك انت تدمر تعامل سي هذا 5 له نفسه كفسب ناتو عليت ناتو بهردن ناتو هايمانوت زلي ناتو يا اخي قعدنا نشوف بتدم تعامل جنب زلون هذا 5 له كان احنا كان عسرت 10 عمت انا ريال لغه نعتق وسد اللغه تدم تعامل هذا بوتا يلا اجي تدم تعامل ياسين انت اخذت اللي خازل لها تدم تقاومه مالت تحت هاجراوي زخونه تحت هاجراوي كبلن كله مالت نزتوسنه مالت ينبر سبات هيكون كنت كاب هاجر زحاتي زبل زلو كرترا ادالي او كان انا او اجي كوم سلازازو تري يزتقاومو زدخمت علو الكاردي هاد تو داخوينا خم اجير كامت كمود حرب او كما وصح هذا خمله خم كلا يونس خمله كم كلا عبد دم تعامل حجي بزحر لنا لنا هنا هذا خمله كم كلا دم تعامل حجون حزاك كنا تقرا مسموцون بزحر من فلات رينا مالتي عبتدكم تعامل حدا ودبز نبل سبات نبل ابكال بوتا زخون سبات له تدم تعامل حزق ونتنا تقرا ابو تفلل زخدل قال يوم تانكينا تقرا المهم انت كابك مستقراي تقراي تعوت الكا زخذ سبات له قال يونا اوكي نحنا قال يوخا نحنا زربانكم سمعنا مركا ودباتنا حلفتنا ودبات نبرو اسمع التكند افتدم بتعامل زبهل انا كم تنبت عامد حكون ابانا تيزو كم تعامتن نابنو فتحنت دي امسع كل خينا تمسع زلكو فتحيه امسع لي لهون اجي كون يقولنا بزز هذا الجزء فتحينا كان كيدوس نعخا قتل كان حاجه استفكان زي سباله عبد بتعام كل هذا سغاسي امنا تقرا تعود زي تبنت حركه نعخا قتل كان يقول قال سمعوا مالنا احنا افكار كنا احنا مستقرات تعوت لنا من عدد تقرا تعود زي تبنت حركه احنا مصمم كنا ندخل في مكان من جمنا هيك دفز يقولوا له مالتي سي كونن حجي سوق اوكي انت معلش غير ما معلش امسكني سي كونن نحنا ابز غزي حجي فيستيفالات مصير انا كنا ركا غير ما كم ياسين مطن اذا كاب زبلت ابت مجمرت ازنا بعنا صنت امو على هوتي احسان كلتن دحري عامت لمجمرت هوتي بعنا صنت تساتيفه ندق حزام كده ياسين نبتا اتونا بنوريا افتحت مصر اذا دم تعومه بزي حجين خدو زلنا بزي حجين ريا زلنا فتح 5 خلدي خدت بلا يا عم نور فتح 5 تبلا نمتات تبع تقول تفعلي له ايه تاعتي بزي حجي زلو دم تعومه اذا سرعتها بيت هذا لك كيدو بالتي من سرعه بيت هذا الخيد ولا عند حر كيدو فتح 5 تبلا تغنى على تثبيت راح ديمقراطيه 5 خل قليبه عليت قليبه هيمانوت قليبه اوراجا قليبه والدب قليب خلي انا كنت قالت حزب قنبر حجي ابزو كازو تقادل لي قبل انا تقادل حزب قنبر سمانا شمنتنا بتاع باص جريد تهرم كله تقول كم ابزي حجي من 7 كوين بزي كوين 70 انا اوكي ياسين تقادل لي جفا اوكي حجي تعال سلك اذا دم تعوم ابي ثاني احنا فتح 5 خلي اوكي حتى حتى كانت اوكي ياسين طبعا الاستاذ ياسين طبعا يشكر الاستاذ نوري على المحاضره والمقاومه طبعا بيقول لم تكن موحده حتى عندما انا اتيت الى السودان سنه 99 وعندما كان المجلس الثوري تنظيم واحد ولكن من ذلك الزمن من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا بدأ الوضع يتدهور والناس تنشطر وتنقسم والمقاومة يعني هذا رأيه هو ممارسة المقاومة هو ما دون الوطنية فبالتالي هذا الذي أدى إلى التفزي المقاومة ده رأيي هو وأيضا الحرب في إثيوبيا عندما أتت أيضا انقسمت المعارضة ما بين اللي أيد التجراي وحتى من لم يقول هذا الكلام هو يمكن أن يأتي معه في العراق وحتى
إلى درجة الاقتلال. هذا الوضع اللي ظهر. يقول العموم هذا هو تقييمه، ولكن سؤاله هو بالتحديد بيقول هل المعارضة بوضعها الحالي أو بالوضع الذي توجد عليه هل بإمكانها إزالة النظام والإتيان بسيادة القانون ونظام ديمقراطي؟ أستاذ نوري ركز لي في السؤال فقط. طيب، أولا شكرا طبعا لكل المتداخلين، من الأخ سلاح وإسماعيل والأستاذ إسماعيل علي. هو صحيح يعني انه طبعا يعني انا زي ما ذكرت بالذات بالنسبه للاخوه المعلقين، انا ما يمكن التوقعات تكون مختلفه، لكن انا كنت عارف مقدرتي، وعارف انه قلت انا حاطرح يعني حاجات كده تصلح للحوار. يعني انا صح ما تعمقت، خليت المسائل للحوار وللمداخلات وللتعليقات وكده، لكن بالتأكيد يعني الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، وفيه المعارضة دائرة تشريح زي ما قلت، ما حاجة واحدة، وكلنا نتفق يعني إنه المعارضة، أنا قلتها يعني بشكل عام إنه لا أداءنا كان هو فعلا أدوات اللي استخدمناها كانت فعالة ومجدية، ولا خطابنا كان صحيح. فأنا حاولت يعني، وبالآخر نحن ما برضو في بعد الفرص اللي جات ضيعناها، والآن بالذات بعد ما حدثت الحرب الإثيوبية دي برضو حصلت يعني اختلافات وعدم ثقة وانشقارات وغيره، والناس بعدت من بعض وصرفتنا من قضيتنا الأساسية وغيره. وعشان نتجاوز هذا قلت لازم نحن نعمل وقفة مع نفسنا ونراجع نفسنا ونصحح الحاجات اللي ذكرتها. والنظام أنا شايف من خلال ممارساتنا، من خلال خطابنا، من خلال أدواتنا، نحن ما أحسن منه بشيء. نفسها هي عقلية إريتريا، يعني هو يصفنا نحن طابور خامس، نحن شنو، كأنه ما إريتريين وكأنه ما مناضلين. نحن برضه نصفه إنه هو العدو الأول، وإنه هو ما بعرف يجرم، وإنه هو كذا، وإنه هو كذا، وكأنه هو ذاته يعني أسوأ من العدو الخارجي، أو دارين نجيب عدو خارجي ونزيله. فبالتالي نحن في حاجات كثيرة لازم نحن نبقى أفضل منه إذا عايزين نزيله، شرط هو ذا. نحن ودي ما ممكن نعملها إلا ذكرت أنا، إلا فعلا نحن نكون وطنيين أكثر منه. الآن هو عامل نفسه وطني ونحن ما وطنيين يعني، وبالتالي الأدوات، الخطاب، العوامل كلها، نحن وجودنا في الخارج هو وجوده في الداخل غيره. هي دي اللي يمكن بالاتفاق بتاعته، أو هو اللي عنده يعني من شو اسمه امتيازات بتاعته يعني. اما زي ما قلت الحديث عن المعارضه الشيون، يعني زي ما يقولوا، ما انا ما حبيت ادخل في العمق، لان على اساس انه دي خليتها على اساس انه فيها تخضع للحوار وانا عارف حولها خلاف، عشان كده خليتها كده في شكل مداخل للحوار يعني. ده يمكن انا تعمدت في الحته دي، والا انا معاك، انا كان ممكن تفصل وممكن اتكلم في المعارضه، لكن انا قلت تكلمت في التيارات الموجوده هي دي. يعني الواحد ممكن يذكرها انه في تطورات كثيره في الساحه الاريتريه الان، ذاتها زمان يمكن نحن كنا نعاني من شيء، والان في اشياء جديده يعني، في انه مش عارف ايه فلس سلام وشنو مش عارف بشروطه المعروفه، في ما بعرف تنسى ايه، ما بعرف تقراي وتقرينيا، وفي حاجات كثيره تفاصيل ذاتها دخلت برضه جديده في المعارضه الاريتريه وكذا. انا كان بامكاني نفصلها بعد ذاك برضه، هو في طبعا الطريق الثالث وغيره الى اخره. فده برضه يعني هو جزء. فانا ما داير ادخل في انه تكلمت بشكل عام. نحن كمعارضه يجب نقيف مع نفسنا ونصحح نفسنا، والا ما حنقدر المرحله حتتجاوزنا. ولازم عشان نعمل ده كله اول شيء نقرر انه نحن فعلا فشلنا يعني. هو ده يعني الاعتراف بالفشل هو الخطوه الاولى في انه تصحيح نفسنا يعني. ده باختصار. الشيء الثاني بالنسبه لاخونا ياسين،
هذا طبعا انا اتفق معك يعني معارضه لحالها هذه ما تقدر تجيب عداله ولا تجيب تغيير ولا تقدر تجيب اي شيء، لكن ما معناه انه نحن ما خلاص الفرص اتقفلت وانه نحن نيأس وانه نحن خلاص، لا، في امكانيه، في فرص، نحن نصحح نفسنا، نحن فعلا يعني الناس اللي تقدر تشتغل مع بعض زي ما ذكرت انا في السؤال على اخونا صلاح ايه المستقبل بتاعتنا. انا قلت نحن ما نختلف حول الحاجات اللي هي تبقى ولا ما تبقى، في حاجات ما تبقى. مثلا والله يا اخي قالوا انه ده حدود مش عارف ايه ولازم نتحالف مع وياني ونعمل شنو، هل حتى النقطه اللي اختلفنا عليها دي وياني ذاتها هل كان ممكن في امكانيه انه كان ممكن يخش هناك في الساحه بتاعت تجراي ونقاتل ونعمل، هل كنا نحن جاهزين ونستفيد من الوضع ده؟ ما كان في يعني. نحن مشتتين موجودين في اوروبا، موجودين وين، ما موحدين، ما عندنا رؤيه واحده، حتى الفرصه دي ما نقدر نستفيد منها لو قلنا مثلا نحولها لمصلحتنا، لكن اختلفنا حولها والناس شافت، جزء منها شاف ممكن يعمل وغيره، او جزء ذاته راهن على الخطوه دي ممكن وياني هم ممكن ينتصروا، عشان كده هو يكون عنده وضع هو يكون بديل للنظام اللي موجود من موقف حسابات خاطئه، او يقول له من موقف انتهازي. في حاجات كثيره حصلت انا ما داير ادخل فيها بالتفاصيل، لكن ارجع للسؤال بتاع اخونا ياسين. بالتاكيد بوضعنا هذه مش نجيب عداله، حتى ما نقدر نجيب العفو العام. وشكرا. أبطم يقربوا حتى بتعمي سماما أنا بعقمي أغرب زلخو تقداي بزح كتنتن زلو نجارات علو أنا إتي قداي جن ولاوين أبوناي بمتنتان أو اشتناي متاون عقمي ويكلت استاي نقول نقديف كاجن تي كنتات ني كتع بزخفت عجباب إيه أقربيه أبزح نفعلاليو ونفعلاليو لومن ونسامع على النقطات أي أتخون نسوم بملك كتعاتم بملك زتن كتوب زلوم إلى سلز عمونكوية بزح دحمتات ألو ما إذا دحمتات إذا وين ني كتع ناب كتع غريبك مرأي قدامي نجار تكنريو دلنا نحنا مس نفسنا نتعرق له نزته حساس نبلو كنتات بمقدام نزي شجراتنا خنفتح نخلينا بزبل اب حفشاوي عبيتي امرات التقاليليه ابطيرو انت خونا دم نحنا ابزلومي اب تكباراتنا كاب تسرعات بزح اي نفلن زلنا كاب زخا كنوصي كم زلنا لعليو كنا كابو صبلل زبلنا نربح هاجرنا نطقم هاجرنا كنا كنري علنا انا اب تقاومو بعمقت اتيه كزرزر زلو نغرات كزرزر اي دلخون مخنياتو بختعمل انت رأينا يوم زحاش يوجن اتوم بدهوتاتن اتوم بدحر حجي خا مسائي كنريهم زلنا نطبتاتن جن أبون كله بحافشهم بتقلل أقربهم زلخو كالي بزحات كزرب لهم زلهم يوتاتن ترخبوتاتن هلو يوم بزحون حدشتيم زكوناتات زمصو من قسخاساتن ويتريوتاتن سالساي مسمر ديو تግራይ ትግርኛ ዝብል ድዩ ካልኦቱን ኣለዉ ግን ኣብዚ ኣትየ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደለኹን እቲ ኣነ ክሪኦ ዝደለኹ ብቐዳምነት ንሕና ከም ተቃውሞ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸድናዮም ዘጥፋእናዮም ዕድላትን ዘጥፋእናያቶም ግዜን ከም ዝፈሸልና ክንኣምን ይግባአና ብፍሽለትና እንተደኣሚንና ኸኢና ዓወት ብዘረጋግፅ ኣገባብ ንነብስናን ኣሪምና ነቲ ኩነታትና ክንቆፃፀር ነቲ ከቢብና ዘሎ ኩነታት ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኣብዚ ኣተኲረ ክዛረብ መሪፀ ኣብቲ ያሲን ዝበሎ ለውጢ ከነምፅእ ከም እንኽእል ንነብስና ከነእምና ኣሎና ምክንያቱ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ምዕንቃፍ ምዕዋት ዘሎ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ንሕና ለውጢ ከነምፅእ ኩነታትና እንተደኣ ዕሪና
كم النخل كنأمن علينا كنتاتنا عرينا خالو كنرجاجس نخلينا بزي كم زلنا يو أتهلالوا لو تخلمس نخل دينا فتح كنرجاجس نخل دينا نزبل جن تي ملسون السوريو كنتاتنا خنتا قدمها بالكاست تقلت سنحة أب حيال كنا أب حيال بايتا أب زت أساسرن أب حد الناس رجسه أتهلالوا سلا زي اللونا زوم رقو حتات زي أتوم تدعوا لهم عاود كترجاجس خون يكون عين عاود كترجاجس الكام مزرعة زكا على يكون من قيسي استاذ احمد القيسي. ايوه اوكي احمد قيسي تفضل. مساء الخير، تحياتي لكل الحاضرين. قرماني قاعد استمع كويس؟ سمع هذا اللغة؟ هو صبوت السماعة لك يا استاذ قيسي. الحقيقة أنا كنت عايز شوية مداخلة في قضية المعارضة، بس الأخوة اللي سبقوني ذكروا بدون توسع ذكروا موضوع المعارضة. أنا أحب أضيف هنا ملاحظة من تجربة شخصية في تجربتي مع المعارضة ومتابعتي، بحكم أنه أنا كنت في تنظيم معين كان ينظر إلى هذه المعارضة في زمن معين على أساس أنه قوة في طريقها إلى الزوال، يعني لا تحمل مستقبل. أمور وظروف أجت ودخلنا في المعارضة، ويمكن أنا أكثر واحد دخلت بأشكالها المختلفة بدون ما أراعي جبهة تحرير شعبية. هذا موضوع أنا ما ألجأ له إطلاقا، إنما المطالبات الحقيقية فيما يتعلق بتصحيح مسار النظام أو إسقاط النظام. الواقع هذه التجربة خلصت بها إلى نتيجة مؤسفة جدا، أنه هذه الطريقة المتبعة والعقلية المسيطرة في عالم المعارضة والوعي السائد في أشياء موضوعية يعني فوق طاقة القوى السياسية. يعني نحن نعرف مجتمعنا مجتمع منقسم على نفسه، وأنه العامل الوطني يمكن تجذر داخل إطار الكفاح المسلح، وأنه ما زال هذا كمشروع يجب أن يكتمل، فما تحمل المعارضة أكثر مما هو ممكن. إنما المشكلة اللي حادثة أنا في تصوري ويجب أن نركز عليها، القضية مش قضية ضعف المعارضة أو تصوراتها أو ضعف النخب. هو في مشكلة صحيح أنه النخب الإريترية شأنها شأن نخب العالم الثالث. يعني أنا موجود في اليمن وهذا مسألة يعانوها اليمنيين. النخب السياسية أو ما يسمى بالمثقفين فيه هشاشة في تصوراتهم وإشكالية في وعيهم، فهذه نقدر نقول عليها نحن نتشابه بالعالم الثالث. لكن نحن مشكلتنا أنه المعارضة نتيجة الانقسام والتصورات الضيقة والصراعات والشيء اللي ما عنده معنى وناس تجاوزوه من زمن. يعني حقيقة لما نجي نشوف ما كان يجري في الستينات وما يجري الآن ونعمل عملية مقارنة إلى أي مدى الحركة السياسية قدرت تؤثر على وعي الناس، تجد أنه الحركة كانت أكثر تقدما في الستينات من الكلام اللي قاعد نتكلمه الآن في سنة 2000 و2000 وكذا. يعني هذه مأساة في حد ذاتها. أسوأ ما في الموضوع في تصوري أنه المعارضة بالتشتت بتاعتها وبتخلف الطرح السياسي وبهشاشة النخب اللي تلعب دور قيادي، أنه أوجدت أرضية لظهور اتجاهات خطيرة جدا تمس جوهر القضية الوطنية، قضية الأغازيان وما شابههم ولفيف من التمزقات. كل هذا لم يخلق النظام، يجب أن نكون واقعيين. هذه خلقته المعارضة. لو أجينا ندخل في تحليل عميق للظاهرة السياسية اللي تمثله هذه المعارضة، أوجدت هذه الأرضية تحت حجة هو إسقاط النظام. نحن تدريجيا أصبحنا بالنتيجة اليوم النظام أصبح أكثر شرعية من المعارضة. أنا كنت في السيمينار الآخر هذا اللي عمله صالح أبو راي
قضية العودة وما العودة، وهذه قضية يمكن هذا موقف شخصي الواحد يحترمه، لكن يوريك إلى أي مدى التصدع اللي حاصل في القوى الوطنية وحركتها السياسية. أنا في تصوري عملية المراجعة يجب أن تكون دقيقة وتسمية الأشياء بأسمائها. هذا قضية التغطية وما التغطية هذه اللي تعمل في التاريخ الإريتري يجب أن نتجاوزها. يعني أنا في إشكالية أتذكر طائفية النظام. طائفية النظام يمكن أنا أول واحد اللي كتبته أن النظام هذا غير طائفي، لكن كل اللي كانوا مجندين معه تقريميا أو مسيحيين، هذا حقيقة. لكن لازم أن أشوف الأمور في إطارها التاريخي، هذا ليس مشروعا. في إطارها التاريخي جبهة التحرير لما بدأت وإيش كان معظمها مسلمين، هذا مش عيب، هذا واقع تاريخي أوجدته ظروف معينة يجب أن نقبله ونحلله ونعرف إلى أي مدى ممكن أن تستخدم قوة اجتماعية معينة حتى توصلها إلى بعد وطني، هذا مش عيب. فالإشكالية اللي موجودة الآن، هذا النظام في إريتريا، يعني أنا أشوف أنه معظم الناس اللي بدأوا يأخذوا مواقف سلبية من المعارضة قد تكون نتيجة أنه والله فقدوا الثقة بحاجة اسمها من المعارضة وبدأوا يلمعوا النظام بشكل أو بآخر. عملية الفيستيفالات اللي شفناها في أوروبا وغيرها بغض النظر ما يقولوا فشل ما فشل، توريك شكل من أشكال الإجماع السياسي موجود مؤيد للنظام. النظام يرفع شعاراته إلى آخره وإلى آخره، هذا موضوع آخر. لكن القضية بدأت تصل إلى طريق مسدود بالنتيجة حتؤدي إلى هلاك هذه المعارضات كقوة. قد تبقى أشخاص هناك أو مجموعات أو إلى آخره، لكن في نهاية المطاف سوف ينتهي بها كأي مقاومة إلا إذا ما أجت دبابات الويان تدخلهم أو أي قوة سياسية موجودة والأمريكيين يجوا المنطقة، ومن هذا اللي نشوفه في العالم الثالث. إنما هذه بقوتها الذاتية إنها تتحرك، هذه عملية صعبة في تصوري، يجب أي شخص يجب أن يفكر فيها بعمق. القضية لم تعد تحتمل والزمن يمشي والمتغيرات. الآن عندنا جيل لا يفقه شيء عن الماضي ولا يفهم ما دفع من ثمن في هذا البلد. فالقضية قاعد تمشي أكثر خطورة واتجاهها نحو السلبية أكثر في تصوري. أنا حبيت أضيف هذه الملاحظة، شكرا. ترجم ما خيت بلني لا بالتأكيد، لأنه أنت عارف أستاذ أحمد كلامك ترجمته صعب جدا، فيه بعد نظري، فيه بعد فلسفي، فيه بعد سياسي، فبالتالي حتى لو تختصر الكلام بس، ولكن أنا حتى لا أظلم يعني هذه المداخلة القيمة لازم حألزمك. حاضر أوكي. شكرا أستاذ أحمد. الله يخليك. أنا خبلوز اللي من البعث بتشوت قدمي زمبر وستقيسه مهم مصطفى دخمتنا يزي opposition زبال ودخمتنا زي متقاومة زبال. نحن حلفنا بتاريخ ناتنا مخنياتنا دلي إذا تخافف لي وسلزس كمناتي اللي كتقبل له أنس كم يكون نتحكي مسرت أو حكي نحن نجنزوا زقبنا تنقحكي مجمر يا أخو نتكرلو زقبنا نحن ناتنا اللي تزبهالو تأمبلو تيشان عنا زمرحنا دخومات مقانا مسي الرجاجسنا أنا زين تمكرنا يتقاوموا زبهال تزخف أنا جر جزين داخده لجمسي وشرعية بحال بعرب حقاونا نايت من قسم دا تراجعت زغيدلو تي تقاوما يزبهال أنفتون دات فئة قس بقس بايتا نخالق زخونة قدم حجي ترى زي فلت بتاريخنا إريترا هم دي أمنا أجازيان دو ويخالق نجارات بحجي ونخالق نجارات كبقولو سلزغولو أنا حالات إنه تتمن قستي إريترا زلو كن شكوما أي مثلاً زيناتنا نحن نقبل زلنا تقاوم تتباهينا دمتانا ورأيو أمود دعتانا بزي خمسة عينة بجيهم نزي نجارات انت زي تنتنا بجبري بزرزر
أنا مودة دسمعني خبناتي تمكرو أبزي دنبي تقاومو أزي عصو زخون عينة مجدي إناهم بتصح مودة حقاونة إن دا تراجعت زخيد نايت سرعات سجاب حجي أي لبمن مع أي خفتن زرعلو تروحات من البات يقبلوا يوم زي ما بوت أي زلوا بيجكا سويكا درفتي مسداد ديسكو مقبار جنملن دا جبرة إنبا ناي بحق بلوتكاو قارسي يكايد نيرو هون أنا ستتعاون رياض لنا وين الساتف لنا سي أمود أتا ترجم يقولون علت بعلت خاجزين داخل 3 عام غير تقاوم زبال جنا جبهة شعبية إنا بلدنا سبابيلا وسب شعبيان جبهان كهم تاريخ قدي هل إنا بلدنا سرعتنا بيجوز زخيد دلو سرعتنا ويانا في إنه تي تقرأ كم يجرو تحتي أخون زوتي زيت بروجرام زخيد دلو نمبرق السودان كم يجر كانت بيجا كم يجر كاتن قصاصو نبني عامل كم يجر كاتت فوي زخولنا يبحق إخن الزارب تقولنا دك إيش يكون أنت سرعة أنت خمس جبر استراتيجيكالي يخولوا دي نزل خمس عينة بروجرام أي كلون كلو أي أمود داتا victimized كوينو دلو حزب إرتراي زواجا خفل نسوق إلك عجوجو زخون عينة بروجرامات ناي بحق يحزنك هاي أمود داتا إذا دم بتقامو ببع عينته أنا تنصم بتصفوه ترجمة يقولون ديمقراطية لمسي أنت عندك تدرو ديمقراطية لهم زي ما عينة نفلتهم دلنا بوت أي ديمقراطية خمس أول اسمها مسحالنا جريس نصم نجزء رسم التعبابي بديمقراطية كنا كلنا نفعلتنا أنا بزعوان السيخ الزارب كل بزعوان هاي ديمقراطية من البلاد نيروني ريزرفيشنز بزح نيروني ريزرفيشن بزعوان ديمقراطية بسرعة عالم دي نسي كنا نقوى تحمام ناتنا بقعك أي بقعنا نقاوم ناي بحق خنتون أنت زيك أنا نتسرعتني منينا مخلود فلتنا قدول مخانو مفلت قالنا أنا إذا بينا يتقاوموا زبحالسي تقدم ما يتارجت خونا لون زخونة هجراوي تعيسب تعيد حسب ناس حسب زبحالسي إذا حمامات ناي تقاومتي ويدليتي فتحي زبالو نسوخ ما يجيك adjustment مقبارو تقنع مقدنا تحزالو قدمة موضوعنا يتسرعت مبرزي من اليوم دلنا بدقي ولا مهوراتهم ولا زي مهوراتهم أمود أتانو سوم ديوم ناي بحقي فتحوا عين تسرعت تدخل بسمرة حلمي إحنا سئل كان من البات معنا دن أصرنا زلو حلنا ناتناي جيني تحلنا ناتنا حق إيدي حسود دي وزقال نجري أمود أتا انتهينا ندري دلنا very clear كفونا لو تقدر أنا زي أتي زيادة مداخلة إلى قصوى غني لك. أستاذ عبد الواحد التيس عبد الواحد تفضل. نريد حراية غالي كانت حدثات نطبتات كتحس تخيلي خا ناي نعو مرسي وي نكون ستايت لك أبحثتنا بحازيخا محطو سلزي اللي يسورو زلهم. عبد الواحد تفضل. يا شكرا مساء الخير الشباب. أنا طبعا ما حضرت قبل برنامج لأنه لما كان بداية لكن حسا الأستاذ أحمد قيس لما نتكلم استفزني وفي كلام عاوز أقول للناس الحضور الموجودة وأي أريتري هل متابع الحزب بتاعت هجدف عندهم قنوات وفي ناس كمان قاعد يكتبوا تاريخ الجبهة من عندهم هم كتابات يعني في الفيسبوك. وأما القناة دي اللي دار أذكرها دي بتشتغل 24 ساعة والحضور ما أقل من 1500 شخص. قبل يومين كان بيتكلم عن موضوع كتاب الأستاذ أحمد بادوري وغريبة كلام كان خطير جدا جدا يعني لما جو معلش أستاذ عبد الواحد ممكن يعني الموضوع طبعا اليوم انت يمكن قلت حضرت متاخر كان موضوع وضع المعارضه وخياراتها المستقبليه. اذا كان في اضافه او سؤال في هذا الموضوع فلتفضل. اما مساله نعم المعلومه اللي قاعد تطرحها ممكن نناقشها بعد ما ننهي الحلقه.
شكرا لك يا قرماي، بس حبيت الحضور عشان يعرفوا يتابعوا. ايوه بس نحن معانا موضوع دلوقتي لانه موضوع في موضوع حبيت بس انا اقول الكلام ده انه مساله انه الناس تنتبه انه تتابع ايش قاعد يقول الناس دي، الكلام خطير جدا. خلاص معلش المعلومه بعد ما ننتهي ممكن ايش اللي حصل وايش هو الكتاب ممكن نتكلم فيه في مساله الدردشه، وبعدين ممكن يتطور لاحقا الى موضوع. شكرا. تفضل اسماعيل. مساء الخير مرة ثانية. أنا بس شوية مداخلة فيما تفضل فيه المنادي أحمد قيسي، لأنه هو تطرق في مواضيع هامة جدا يعني، ولب المشكلة اللي موجودين فيها سواء كان المعارضة ولا النظام يعني أنا بعتقد ما قاعد نشاهده حسا يعني ممكن يعني هو يتعلق ببنية المجتمع في دولة ناشئة يعني لسه ما كملت نشأتها يعني. هو يعني انعكاسات بتاع بناء الدولة يعني. هذا بناء دولة طبعا. الكيان اللي قاعدين نتكلم فيه عنه كيان إريتريا، هذا هو كيان ما بعد الاستعمار، هو الاستعمار اللي خلقه وبدون يعني أي تطور وأي علاقة بمكوناته يعني بمكونات الدولة اللي أصبحت دولة إريتريا أو الكيان اللي أصبح دولة إريتريا اليوم يعني. فطبعا هذا الوضعية هذا يعني الإريتريين استلموها كما وجدوهم الطليان لما دخلوا وحددوا حدود الدولة هذه يعني. فبقى إذا ننظر يعني في تاريخنا يعني ننظر خلاص ببساطة يعني من 42 إلى 52 ومن 52 إلى 62 ثم إلى 60 61 75 لحد 91. طبعا هذا البناء الدولة هذا أو تأقلم المكونات الدولة في داخل الجسم هذا ما حصل فيها أي تغيير يعني. هي كما هي يعني كما هي موجودة يعني. لأنه يعني الغائب كان معروف يعني ما عدا يعني اللي موروث من الاستعمار الإيطاليين اللي دخلوه يعني يكون اجتماعي يكون اقتصادي يكون اسمه الطرق ومواصلات وحاجات. هذا ما عدا يعني المجتمعات ذاك كانت ظلت كما هي يعني. فانتقلت إلى حكم إثيوبيا واستمرت بنفس الحالة يعني. فمرحلة يعني بناء الدولة تتوقف في 62 يعني. من 62 لحد سنة 91 البلد ما كان يعني ما كان عنده فرصة إلا يعني انتزاع الكيان من المحتل اللي هو إثيوبيا يعني. وهذا عنده كمان أسبابه وتاريخه وكل شيء يعني. فبقى يعني الحركة السياسية خصوصا في مرحلة الحركة المسلحة يعني انت الاخ ادرى يعني الاخ قيسي بتاريخ الجبهة الشعبية أو قوات التحرير الشعبية ثم الجبهة الشعبية، وأنا كعضو جبهة التحرير الإريتريا كمان بدري إيش يعني في هذا المجال هذا إيش هيحقق إيش يصير ما عدا يعني البندقية ضد العدو قدامك والبندقية في يدك يعني. تكوين أو كمان تهيئة الظروف المجتمع في دولة في كيان سياسي
ما كان شغل هناك يعني. ممكن في اوراق كان موجود يعني من 71 لحد اليوم يعني في برنامج جبهة تحرير إريتريا موجود يعني موجود. ثم في جبهة شعبية كمان اطروحاتها والجسم لحد السمينار بتاع 94 يعني موجود في اوراق، لكن في عمليا ما بقى النظام استلم هذا الوضع هذا. اليوم اللي قاعدين نعاني منه واللي شرحه الأخ أحمد واللي وضع المعارضة هو انعكاس بتاع بنيوي هو يعني في نظر يعني بنيوي هو. والنخبة يعني تمثل مين؟ لا ما تمثل الوطن، قاعد تمثل مين؟ قاعد تمثل يعني الإطار الضيق يعني نسميه في داخل المكونات هو او باسم المكونات هو هو الانعكاسات اللي قاعدين نشوفها هسه يعني هو الانعكاسات في 10 سنين يعني قبل يعني في عهد المعارضه زي ما كان يتطرق على فيه المحاضر او كمان الضيف الليله يعني نوري يعني ال10 سنه اللي اخذته المعارضه من اثيوبيا يعني شوف بقى الشيء اللي حصل هو شرحه الاخ نور يعني في ادنى مستوى كان استقطاب هناك يعني في استقطابات، وهذا انعكاس معين هو. وطبعا يعني عشان نفهمه والنخبه تفهمه والنخبه تطلع من هذه الجسم هذا وتعي ويعني تقوم بالواجب اللي طرحه الاخ احمد يعني هو في غاية الأهمية. لكن إذا كان هناك يعني فعلا يعني أقل شيء يعني حد أدنى بسيط منه يعني لو قعدت وفهمت هذا الجسم هذا حتى يعني الناس تطلع وتخرج في بالطريقة اللي المحاضرة انتهت به والمحاضرة الأمسية دي اللي انتهت به يعني تقييم وثم انطلاق جديد يعني من يعني كيف نطلع من المأساة اللي شرحها الأخ أحمد يعني. وشكرا جزيلا. استاذ قرمي. ايوه واحنا فضلنا ربع ساعه عشان نختم. ايوه هو انا بس اسماعيل لو ترجم لي الكلام هذا باختصار نختم لانه بالتمام والكمال 3 ساعة و5 دقائق. هو حسرية هجانا زي مساهو زي تقدلاي قيسي أحمد قيسي أبزبولو قذيف نقرات وعميق نقرات العلوس للتزارب سوي لسني يضربها طبعا زبولو قداي كن ريو كلنا حسرية بزم يكرم من على بعد زي هجز لنا يخنتات من صبراتا نايتي التحلالوا ناي إريترا كم إريترا بتفتر إريترا خططوا كل ده هم تفترات كلهم خلطوا هنا نريو هنا تليان كم تروحوا يعني تي هنست يعني هنست ناي دولة وكان بزي نزيا دولة زي عقيمهم زلوا أكلات وش إريترا بتأتي دوب يعني تليان زي حساسو دوب خلوا بزح استقيرنا كراد يعني سوشيال يكون وحرة سواوي يكون قال يكون تغيروا بذحية اللي من البات بزعب عزي ناي مدبدات ناي قال وناي شوية بسيط ناي ايكونومي تليان زقودو فون تحرز يكونوا هم يلوه قيدو واتي قداي كمان بحريلو أبو زمان إثيوبيا وياش مثلا في فدريشن مسورة كمان بهم يخيدو سلزي ولو إني بحسر زبالة تي مدرخات ناي تاريخنا تنان دحرينا خبر عن كل تنسقام 50 كل تنقام 50 كل تنسقام كنا بالنا سقاب 9 حدا انت متينا 5 حدا سقاب حجي دحر متينا يحصروا يزلوا تعالوا متعب عربينا بدنا قريل لكم يعني كن ريان خيلنا في تايونا من تم يعني اللي تويك اني انت اللي هي قوي عندنا نبلهم بتقرينيا ساعتهم اللي ظهروا نحاجه بهاجر درجه اي كل يوم وكل يلون بتيت اديب زخون انت اشميهم زو كل زول ولا وانت تزاربوا انت تخوني سلازي ولا ان ابتي برتا وقالسي خون كله كاب شحن شعت ميدن سوسان كلتن تطو مسبله تقول داي كاب سوسان كلتن جميلو ولا جبهه شعبيه تقال لي احمد جبهه شعبيه يفلطا وانا غاني كما ابال ناي تقال الحريره يفلطو يعني ولا من ورقه يمي تقمبيتو يمبر
بروجرامات نيرو يخون جلسات نيرو يخون بزيك برتا بإيدكا وصلايا بقدمة خان تزيكوينو أبزي مداينا هنستنا الدولة ويكاني تحت بايتا ناي الدولة ويكاني نيشن ستيت زبلو نجر كجبر أي تفعلهم سلذي حجي أحمد تزاربولو كذا أحمد تزاربولو يعني زي بتتذكر كونتات زلو ناي دم بتقاومه قداي من صبراتنا نايتي قداي نايتي زبلو زلو قداي هنساوي قداي مخانو يعني كابزي دغا نخوص بغا تي إليت مو بتي حو نوري نايلو مشت غاشا ወዶ አወራዳ ሞ ሀብኡ እንደገና ግምገማ ተገይሩ እንደገና ምትሳ እንደገና ቀድሚት ምርአይ ኢሉ አቀሚጡ ራው ንኽብጻሕ እዚ ኤሊት እዚ ወላውን ብውሕዱ ዝወሓደ ሸነኻት ምናቱ ነውን ካብዚ ዝብሎ ዘለኹ ወፂኡ ካብዚ ኣሕመድ ዘገለጾ ጉዳያት ወፂኡ ክንቀሳቀስ እንተ ዘይክኢሉ እዚ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ብዘይ መጠን ዘሰክፍ ኩነታት ከምኡ ኢሉ ይኽቅፅል ዝብል ኣነ ወርስ ብዙሕ ነገር وديل له خوني خيل يبتي عربية هاي تزارة بعدو ناتو خطرقون كلوني غالين ببينو سلزخون كون استرفنم تلو غرماي ملا لي بحد سيروخهم يزول زلو سلذي أنا كان حمن تخوينا يعني أتي كنت نايتا الدولة نجزا إرترات بهال يعني نشأة ناتاوي كاني حقيقة نخت عبي خزد لي نجارات سلزي تسبب ناتو من صبرقتا يحجز ساقينا زلو بهالا إلى زلو هو يغني شكرا أستاذ إسماعيل بار كاب حجنينيو دحرتي زين إلهم مدبنا أستاذ 3 ساعات 5 دقائق زخيت ك5 دقائق حلفنا صبغيو كم تلو مخن زاربلو زمسينا نجزار شو حتى خافتن كبور تقاعد على حونا نور زستايز بالناس نبرنا أي جزية التقام قما جزية مخبارن أب وسعيتنا كالسي عبي ستايس لزلو أب جزينا نودس لزلنا ناي كل كم تساتفوهم زنبري رأينا اللبزي فإحنا طبعا أكملنا كنا نناقش الموضوع قرابة 3 ساعات فأتينا إلى النهاية ففي خلاصة الأشياء طبعا الأستاذ نوري قدم لنا حلقة اليوم طبعا بداها إنه بوضع المعارضة وجوانبها السلبية وجوانبها الإيجابية أو وقوة ضعف ومكامن القوة ومكامن الضعف في المعارضة. هنا طبعا ذكر شيء مهم جدا يجب أن لا أتجاوزه إنه ذكر إنه نحن كمعارضة إنه وضعنا غير طبيعي كان حيكون وضعنا الطبيعي أن نكون داخل البلاد نعارض من الداخل على الأقل ولكن نحن سواء كانت المعارضة بقدها وغديدها أي بكل ما تحمله من ناس ومن جماهير ومن أتباع طبعا توجد في الخارج وهذا يعني هو يعني لم يكن نقاط ضعف بل إنما كان لم يكن نقاط قوة بل كان نقاط ضعف فبالتالي هذا الوضع أيضا وجودنا في الخارج هذا أيضا نرجع أو نعز لنفسنا لأنه لا يمكن أن نحمل أخطائنا للآخرين أو ضعفنا للآخرين خلانا عرضة لسياسات الآخرين والأجندات الآخرين وهذه كانت لنا تجربة ولكن لم نستخلص العبر والدروس من تلك التجربة لأنه حتى عندما أرادت الدول بعينها في حقبة الكفاح المسلح تنظيمات بمختلف التنظيمات منها سواء كان التنظيم الموحد ولا جبهة التحرير الإثري أيضا الآخرين قد لا نكون نذكرها أو لا نعرفها لكن قد تكون موجودة كانت ترفض تدخل الآخرين حتى لو كانت هذه الاتجاهات مؤثرة وداعمة ولها يعني تأثير كبير فيما تقدمه من إعانات اقتصادية أو سياسية أو إعلامية أو عسكرية وهذا أيضا ذكر تجربة الجبهة مع
العراق وتجربة قوات تنظيم قوات التحرير الشعبية، تنظيم الوحد مع بقيادة الشهيد عمر برج مع السعودية. فذكر هذه الأشياء حتى أن نستفيد من هذه التجارب وهي تجاربنا وتاريخنا. أيضا ذكر شيء مهم جدا هو عدم الاستفادة من الفرص، أيضا هي أحد ضعفنا ويجب أن ننتبه إليها. أيضا الزمن يعني لازم الاستفادة منه، لأنه لا يمكن أن لا ينتظرنا الزمن إذا لم نستفيد منه، فلا يمكن أن يعود. الاعتماد على أنفسنا وعلى تجاربنا وعلى ثقافتنا وتجاربنا الذي يعني حققناها في خلال مسيرة النضال. ولكن أيضا قال وجودنا في الخارج كان يعني من أسباب ومن التحديات التي أضعفت شوكة المعارضة، وبالذات أحيانا عندما تخلق فرص لنستفيد منها، وتأتي فرص أيضا يعني تكون بمثابة سلاح ذو حدين، أنه تقسمك إذا لم تبادر وتعالج هذه الأوضاع التي حصلت. على سبيل المثال ذكر الأوضاع التي حصلت في إثيوبيا، انقسمت المعارضة إلى 3 أقسام، منها الوقوف مع النظام أو مع الجيش الإريتري، والآخر أيضا التحالف، حتى إن كان هذا يعني الشيطان طالما أنه هو يعني له دور في إزالة النظام، الوقوف معه دون أخذ في الحسبان تداعيات هذا الموقف الذي حيترتب عليه على الوطن والمواطن. والآخر كان موقف عام، وهو موقف يرى أنه يجب أن نعيد حساباتنا ونقيم أوضاعنا، ثم نجد حل لمشاكلنا وننطلق إلى الأمام انطلاقا من أرضية من الثوابت الوطنية. وهذا هو الاتجاه الممكن الأصح. بيقول طبعا، وفي النهاية طبعا ذكر بعض النقاط التي يجب أن نعملها، لأنه وجودنا في الخارج ومعارضة من الخارج و يعني عدم فتح الأبواب لتدخل الآخرين كلفنا الكثير. فبالتالي من الآن فساعدا إذا أردنا كمعارضة أن نحقق ما طموحات شعبنا وأن نخلص شعبنا من معاناته، أولا يجب أن نؤمن وأن نعمل بوحدة الشعب والأرض الإريترية، وأن نعمل وأن نعتز بتاريخنا، وأيضا أن نتمسك بقرارنا السياسي مهما كان الوقت، أن نؤمن بالحوار، ثم الحوار مهما كلفنا لحل القضايا. أيضا يجب أن نستفيد من الفرص التي تأتي إلينا، وأن نحاصر كل خلافاتنا وأن نخضعها للحوار. وأيضا توصيف النظام توصيف صحيح، بحيث أنه نقدر نتوحد ونقارع هذا النظام. ويجب أن لا نعمم عندما نقيم أشياء أو نقيم النظام، التعميمات دون أن نخضعها لدراسة قد لا توصلنا إلى التوصيف الصحيح، ثم أن تكون عائق في القيام بعمل حيال هذا الجهة التي وصفناها. والإيمان أن التغيير آتي من الداخل، وإذا إحنا دورنا في الخارج هو أن نحاصر النظام وأن نكون تكملة لما يجري في الداخل.
فهذا كان خلاصة الكلام اللي ممكن أنا أقوله. قد تكون بس نقطة وقد تكون تفاتوا في نقطة، فبالتالي هذه كان لغة هذه الأمسية الذين يلوم مشت زنبري بعبانا أقدمها بلوك برحونا تقدر لاي نوري محمد عبد الله تقاومونا أبدقم هلاو زقاتمو بالدهتاتن ناي مساء عدلاتون أبزبل سفح زبل مبرهك بنا صدعو حدا كابتي نحنا نبروز لنا زين بركناتات هلاوينا أبدقم وخان أبدق دما عدنا خلقت هاجرات كم مريحنتات راح أبدقك هلو كون إحنا مريحنتات مسرتات ناي تزق على زلو استفعل على حالتات أبدقم هلاونا يوز خانة سرعات ناي منبارع الدلن أبلع لإرثرا ناي مش كعلال نويح جزيان كفترة له كيلو قال نحنا بزح مالت حيال بنتات لنا قلنا حيال بنتاتنا بزح مذكر قداس خوين اسمعنا كم زلو خوينو قن اكتبوا لتاتنا رمز لو انت تذكرنا حيش بزبل حدا عدلاتن جزيان عين تمنينا زمصنا عدلات بزحات يوم بزحت تا حليفو منايو سلازي عدلات انت دقا ابزمصلو اب خمخان اب ربحخان انت دقا زي كم جزيه سبو يكونوا كم جزيه كم تزبحال جزيه سيفيو انت زي قرص كايو يقرصكان سلازي ناي جزيه اطمانا كم تزبل ايكونن كاده اب قالسنان اب ባህልናን اب ተመክሮናን ክንርኮስ ኣለና ምክንያቱ اب ተመክሮታትና ብዙሕ اب ደገ ከምህላውና ካልሲ ተቃለስታ اب ዝነበርናሉ ንሓርነታው ቃልሲ እውን ካብ ብዙሕ ሸነኻት ዝመጹላ ዝነበሩ ክንቃወሞምን ክንከላኸለሎምን ክኢልና ከም ሓበሬታ ንገዛርሱ اب ሓደ ተወሰነ እዋን ካብ سعوديا اب ልዕሊ ስሙር ውድብ ንዝመጽ وساني تقاومو ناي تقادلاي عمر برج مذكاري قال كم ونا جبهه وان عراق دي جعفر على اسد زي تلاقي anyway على اسد بمسار بزحكم لك على اسد كي قاقي بمسار قبل علي وفتحوا أبزبل كاب عراق مست كلها في ثورة إرترا لا يتقال حالة الراب ومنتهم كانوا تاب زقربوا زنبر والثاني حجزات نعو بواجانا يوسع نسع ناي والثاني ناي ودبن ناي قارسي ثورة حزب فرانك خون يبلون بزبل بايو نذكر سلازي إزي أول عب قمة أعطينا كم تمهرتيك نمهارلون عب تكباري كانوا علون يجبعنا أب قالسنا نجزارسو زي ناي وسائي أب كابتي أب لمود بوتاتات من نبرلو زنبرنا بقال حدش بوتاتات مخدنا حدش زي نفلتو ناي كالو تمكرون ناي كالو أوت مدباتن ومن آتيو أب سجم كم زتون نار إنا لنا زي ناي وسائي أفدق زي ببدأ قدام درجة أتي حلافنتنا إحنا خوينو تود حمكتنا إحنا خوينو نعوب من عليلو من قدي كن كيد قالنا مخنياتو كم ساعة بينو بفلاي زي أب مودة أتذكر أي أب إثيوبيا أمونغ إثيوبيا وان استراحوا وجنتنا إرثا كوننا تعب سلست شنخات فلاليو حدا من السرعات زبل آتي خان حدير بزبل ولا قواتنا متعدلات زي الرأين زي اللون في سرعات نخوم وزخون نفسه أبزيه اللولو نملس زبلالو مملاس كفو آيكوناني بالقن بخميت ملس تعقد داسيو نملاس زخون نفسي وي تصور الناس زلو سرعات كألنا بيلكا محتاج تعقد داسي يخونون اتخالهون ولا مزخونه يكون شيطان من تخونه مسخون كسرعات لا ازي مزخونه يكون زبل نجزارسو بزي التاو سعبيناتن بزي كتكفلو زلكا فاتوران كتكفلو زلكا واغان سلازي كون زخاب واغا هاغرن حزبين سلاز خون نزوين اب قمت زاتو ايكونن نازي كرأي يقبا سالساي سفيح مسمر نبلو شقراتنا فتحنا كنتاتنا علينا اب نقول كنتاتنا مديسنا اب مالت كنسغرم زي بالهاغراوي مرقصيتاتن مقومياتاتن قيمنا بزقبا مسوسائي يكون مسدقو يكون ابنا هنا ربحان ابنا هاجرنا ربحان بزتمركوسه
كوينا نتي كنتاتنا مراين السرعات لاين زبل زتكورة ينيرو نزين جزء أرسو كم تناي مساوي عدلاتنا زبل نحنا أبز وانزي بعد المسائي نزو كنتاتنا زين أبز حاشة كنتات تغيروا ناي حزبنا وحس كوينا حزبنا شجراتو نعليلو أب هجراوي مقومياتات كوينا حادنت قداماي كنحالفهم زي لنا نقطات ويخنا رقاقصهم زلنا نقرات حادنت حزبن مريتن إيرترا من الرقاقص تاريخنا تمكرونا أونتا وتمكرونا نعقو بمعزازن نتقالوتا وتمكرونا كيدا دلنا نخدميت مخادن نسعى بوليتيكا وستانينا مونان أبزتي مئمان عدلات انتدأ تفتيرهم بزي وعى الحدر أب تغني أب ربحة حزبنا موعلهم فللياتنا أب حاسيرنا ني زتي بقصالي ناب زتي ناب مقرب مفتاحهم ميزانان قلال سنة مسرعات أب ودعاو خوينو أب كلنا النسام علو أب كن عليلو نخل زت الرأيانات أمام تانكبس حنا زخل مجلسي ميزان كلونا أب ميزاناتنا نفتات كاب علاون كاب لعل ممزان مخطاب مخنياتو جوجوي مدام دفتاس تبسح بجوجوي مدام دمتاخا التي أتدليوك تبسح سلا زي تخل كاب زخنتنكر لو تي كوشتي يزمس إلنا مأمان جنش وشتي بمتصار بخلاي أو سام حلاونا قدينا نتسرعات أم حصارون أبتي دبلوماسيا ومداي مسحارون أبزيتات تذكره كونا له بزي أبدلنا كونتاتنا كبزي زلنايو أبزي حاسي كونتاتن مستودعون بزح زحلفكم بتاعت كله يخون جن أبزي تتقال لينيرو قدمين وداين كبر حاو نوري ما تقاللي كال نعوكي قد فلو بدحريو أم ززام نايزي نايلو مشيت سمينار نحن أكتب تفضل أخ نوري شكرا أولا لك يا أخ درماي من ملخص جميل وكذا على الأقل فعلا يعني الموضوع يكون على الأقل واضح يعني أنا ما عندي شيء كثير أقول. أنا حي أخونا أحمد قيسي طبعا ومداخلاته كانت جميلة ومهمة ومتفقة يعني في كثير، وفعلا يمكن هو ذكر نقطة مهمة أنا ما تناولتها وهي الاحتفالات اللي قاعد تحصل دي في الخارج وغيره وبتاع دي فيها رسائل كثيرة يعني رسائل للمعارضة، رسائل للنظام، رسائل للقوى ذات الخارجية، فدي لازم نحن ذات نفهم الرسائل دي يعني. أنا ما أعتقد الناس دي كلها والحشودات دي كلها هي حترجع لهيكدف، إنه الناس دي عارفة هيكدف، لكن هو زي ما ذكرنا إنه في أوضاع حصلت فهي يمكن حبت إنه تقول إنه هي تتمسك بأرضها بوطنها. هي رسائل عن النظام، مهما عملت أنا، مهما عملت من جرائم، مهما ارتكبت، مهما كذا، نحن إريتريين وحنظل إريتريين وندافع عن نتمسك ببلدنا. لكن ما أعتقد أنهم رادين أو يغفروا للنظام وممارساته. المعارضة برضو لها رسالة من هذا الحشد إنه يا معارضة، الكلام اللي كنا نقول يعني لازم تصحح مسارها عشان هي ذاتها فعلا تكون في صيغة بتاعت الجمهور والجمهور يتبعها. بالنسبة للخارج برضو والأصوات اللي نسمعها من وقت لآخر إنه حتغزو البلد وحتحارب البلد وحتسقط البلد وكده، دي كمان نحن مستعدين إنه ندافع عن وطننا وعن شعبنا وعن بلدنا، مستعدين نحارب. هي دي الرسائل اللي طلعت منها، ولازم الاحتفالات دي نشوفها بهذا النظرة الإيجابية، بحيث ما الناس ما تديها إنه هي والله الناس دي تراجعت أو إنه الناس دي خانت أو إنه الناس دي كانت مزروعة، والتفسيرات الخاطئة أنا بسمعها كثير يعني. ولازم زي ما قلت نحن نكون إيجابيين لبعضنا، ما نخون بعضنا. هو المعارضة حق والتأييد للنظام حق، والنظام نظامنا والبلد بلدنا. النظام ده حيتحاسب، القيادات بتاعته هي مجرمة، الجيش جيشنا، قياداته هي المجرمة. فلازم نميز بين الوطن
وبين النظام وبين الاشياء دي كلها. وفي النهايه اشكر انه الناس للاداره وليك للاداره للوعي المشترك والحضور. وانا افتكر الموضوع ده هو مهم وما اخذ كفايته، ولازم انه نحن نشتغل فيه ونشوف انه كيف نصحح مسيرتنا دي ونستمر في نضالنا، وحقه ما نيأس. وشكرا كثير يعني، ومسوا بالخير. اوكي يغني لي يعني بزح زبلو يبلي بفلاي بتي تقادلاي قيس زبلو بطعمي يسمع بفلاي بتي ጉዳይ ፌስቲቫል ምስተጠቕሰ ኣብዚ ዝበሃል ነገር ኣሎ። እዚ ተኻየደ ፌስቲቫላት ብዙሕ መልእኽትታት እዩ ኣተሓላሊፉ። ሓደ ካብቲ እቲ መልእኽትታቱ ንገዛእ ርእሱ እዚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሞጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተረኺቡ ዘሎ ወይ ኣብ ወገን ትግራይ ተረኺቡ ዘሎ ኩነታት ንሕና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እንተደኣ ንኤርትራ ወስተታት ኣለዎ ወይ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ነገር ኣሎ ንሕና ምስ ህዝብናን ምስ ሃገርናን ኣሎና ዝብል እዩ። እዚ ግን ነቲ ስርዓት ንድግፎ ኢና ማለት ወይ ነቲ ስርዓት ሕጋውነት ንምርግጋፅ ዘይኮነ ንስኻ ዋላ እናፈለጥናካ ከለና ንሕና ንሳኻ ደው ኣይኮንናን እንብል ምስቲ ሃገርና ግን ደው ክንብል ኢና ዝብል እዩ እምበር ናብቲ ስርዓት ተመሊሶም ወይ ናብቲ ስርዓት ይምለሱ ኣለው ዝብል ነገር ንገዛእ ርእሱ ጉጉይ ኣናበባ ከነንብቦ ኣይግባእን። ብዙሕ ካብቲ ሓደ ካብቲ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። ናብኡ ምምላስ ዘይኮነ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሕማቕ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ምስ ሃገርና ደው ኢልና ኣለና። እዚ ማለት ግን ንዓኻ ፈቲና ወይ ንዓኻ ሕጋውነትካ ንምእማን ኣይኮነን ንብል እዩ። ከምኡ እውን ንሕና ኣብቲ ተቃውሞ ነዚ ኩነታት እዚ ብግቡእ ከነንብቦን ብግቡእ ክንሪኦን ይግባአና። ከም ተቃውሞ እውን ንሕና ነንሕድና እንወጃጀለሉ ምክንያት ክህሉ ኣይግባእን። ካብዚ ክንርሕቕ ይገባአና። ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ኣብ ሃገርና ወይ ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ ድማ ሰራዊት ንምድጋፍ ነቲ ስርዓት ምድጋፍ ከም ዘይኮነ ስርዓትን እቲ ሃገርን እቲ ሰራዊትን ፈላሊና ክንሪኦም ኣለና። ስለዚ ንኩሉ ግቡእ ሚዛን ክህልወና ኣለዎ። እዚ ዝተራእየ ተርእዮ ግን ብርግፅ ነቲ ስርዓት ዝምልስ ዋላ ነቶም ካልኦት ሓይልታት ናይ ኤርትራ ሃረርታ ዘለዎም ሓይልታት መን እዮም ብዘይገድስ ንዓታቶም እውን ዝምልስ እዩ። እቲ ስርዓት ከም ናቱ ደገፍ ገይሩ ከንብቦ እንተደኣ ፈቲኑ ከምኡ ከም ዘይኮነ ብርግፅ ክገልፅ ኣለዎ። ብዝተረፈ ኣነ እዚ ሎሚ ዘልዓልናዮ ነጥቢ ግቡእ ክትዕ ወይ ግቡእ ሂበ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ዝተዘርበሉ ኮይኑ ኣይስማዓንን። እዚ ከም መእተዊ ወሲድና ግን ብቐፃሊ ነዚ ኣዕሚቑና ክንሪኦን ኣዕሚቑና ክንትንትኖን ገሊህናን ገላሊህናን ውሽጡን ውሻጢውን ክንሪኦ ይምሕፀን። ብዝተረፈ ንዘተን ሓበራዊ ንቕሓት የመስግን የቐኒየለይ ብወገና እውን ደጊምና የቐኒየልና ክቡር ሓው ኑሪ። ስለዚ ክቡራት ግርማ ይዕድልها በነሽተ ኦኬ ቅድሚ ምዕፃወይ ማለት ላ ዕፆ ድሓነይ ቅድሚ ላይቭ ጠጠው ምባሉ ማለት እወ ሕራይ ኦኬ ኣሚን ትፈደል ዝኾነ ዝበሃል ነገር ምምሕዳር እቲ ምምሕዳር ንሳርሱ ክቡር ዶክተር ነቢል ኣሎ ይሪኦ ኣለኹ። ሳልሕ ኣቡ ናስር ከምኡ ንስኻ ዝኾነ ይኹን ከነመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ናይ ገዛ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ እንተዳሃልዩ ትዕድል ንዓኽታትኩም ክፉል በብተራ ዕድል ከተወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ይቐኒየለ ኣሚን። شكرا استاذ قرماي كمون استاذ نوري ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ምሸት ኣምሲና ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ وبزعبه ደረጃ ድማ ንኩልኩም ኣብዚ ምሳና ዘምሰኹም ኣብቲ ሕቶታት ይኹን ወይ ከዓኒ ኮመንት ክትቡ ዘምሰኹም ከምኡውን ነቶም ኣብ ፌስቡክ ዝከታተሉና ቁሩብ እኮ ገለ ሕቶታት ኣብኡ ሕጂ
ቅድሚ ቁሩብ ክርኢ ፀኒሐ ኮይኑ ግን ብግቡእ ክንከታተሎ ይበቃዓናን ኣነ ብጣዕሚ ቢዚ ስለ ዝነበርኩ ንዓኹም እውን ነቶም ናይ ፌስቡክ ሶሪ ናይ ብሓቂ የቕሬታ ንሓተኩም ኣብ ዝመፅእ ግዜ ግን እቲ ኣብኡ ዝፀሓፍ መልእኽትታት ኩን እትሓትዎ ሕቶታት ብግቡእ ከነንብቦን ኣብዚ ንጋሻና ከነቕርበሉን ንማፀብዓኩም ማለት እዩ ኣነ ምምስጋን ዝኣክል እዩ ኡስታዝ ኑሪ ብዓቢኡ ከምኡውን ኩሎም እቶም ኣብ ዘለዉ ሶሙናዊ ከይተፈለዩ ነዚ ገዛና ኣዓሚሮሞ ደምስዩ ብርእቶታቶም ይኹን ብሕቶን መልስን ብኩሉ ዝሳተፉ ልዑል ምስጋና እነቕርበሎም ኣብ ቀፃሊ እውን ዝተፈላለየ ኣርእስትታትን ሓደሽቲ ኣጋይሽን ሒዝና ክንመፅእ ምኳንና ክሕብር ፈቱ ሓንቲ ቁሩብ ንክላበዋ ዝደሊ ንኩልኩም ተሳተፍቲ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ዙም ዘለኹም ኣብቲ ናይ ዩትዩብ ናትና ቻነል ኣብኡ ሳብስክራይብ ምግባር ይኹን ሼር ድዩ ላይክ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝከታተለና ወይ ከዓ ሳብስክራይብ ዝገበረ ቁፅሪ ብጣዕሚ ውሑድ ቁፅሪ እዩ ዘሎ እቲ ብዝነመሓላልፎ መልእኽትታት ኣድላይነቱን ኣገዳስነቱን እውን ኣነ ክገልፀልኩም ኣይኮንኩን ባዕልኩም ትከታተልዎ ዘለኹም እዩ ናብዚ እውን ክትተሓባበሩና ኣብቲ ዘለኩም ጉሩባት ይኹን ኣብ ገለ ኣብ ኩሉ ክዝርጋሕ እቲ ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ጌርና ነካይዶ ሶሙናዊ ሰሚናራት መልእኽትና ናብ ኩሉ ክበፅሕ ዓብይ ትፅቢት ስለ ዘለና ናብዚ እውን ንክትተሓባበሩና እላበወኩም ማለት እዩ شكرا جزيلا تفضل قرماي ترجمها وبعدين اعطي الفرصه اوكي برضو الاخ اعطي الفرصه للدكتور نبيل وصالح ابو ناصر اذا كان في اي كلمه تقدموها زخونه سلام كمان شغل امينو كله لكم وزلزغونكم يغني لنا تايم باليو نوري ولا توم سنه صوم كلاتكم ولا كلاتكم مساحتي كرماي ابو ناصر يغني لنا بروح مشكلة. شكرا استاذ قرماي للاداره والترجمه والتلخيص الجميل وشكرا استاذ نوري ولجميع المتداخلين ان شاء الله شكرا لكم. اوكي طيب ممكن كاب حجين اليوم ابتي نزتوسنه غزي وي مس ጉዳይ ዝብዝ ተኣሳሰር ወይ ምስኡ ዝምድና ዘለዎ ኣቦታት ዝኾነ ይኹን ከምቲ ኩሉ ግዜ ልሙድ እንገብሮ ሓደ ክልተ ሓሳባት